السلام عليكم. حياكم الله في شاهد باس لكل الأندية بكل الألوان. شعار يكلمني بالمنطق. نهائي متوقع. قبل بداية البطولة العربية كانت التوقعات تشير إلى وصول 2 من 3 إلى نهائي كأس الملك سلمان على البطولة العربية. اتحاد، نصر، هلال. كان المتوقع 2 من هالثلاثة راح يوصلون للنهائي. الهلال أخرج الاتحاد وكان هو الطرف الثاني، والنصر طرف أول في هذا النهائي. طبعا النصر تأهل للنهائي بعد فوز على الشرطة العراقي 1-0، والهلال تأهل بعد فوزه على الشباب 3-1. طبعا نقول هارد لك للشباب لأن فعلا فريق قدم مستويات مقارنة بظروفه ما قبل البطولة. نقول شكرا للشباب، وبإذن الله مع التحسينات الجديدة اللي حتصير قبل نهاية الفترة بيكون مستوى الشباب بإذن الله أفضل. ألف مبروك لجمهور النصر، ألف مبروك لجمهور الهلال. ونبدأ. طبعا في مجموعة من الضيوف هلاليين نصراويين لسه ما وصلوا. نبدأ بماونت الاتحادي باعتبار أنه طرف محايد، له مع الهلال وله مع النصر. ماونت حياك الله. الله يحييك يا ابو ساري. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير على المستمعين المتحدثين وعن جميع وعن المتجر الجميل. شوف يا ابو ساري، والله شوف، اول شيء خلينا نكون صريحين أكثر دائما ابدا. ناديين ما تحبهم وصلوا للنهائي. والله اشكر اللي بالي بالك يا ابو ساري. بس خلينا يا ابو ساري ندخل بالجد. شوف، موضوع البطوله العربيه النهائي، مع احترامي لاغلب الانديه العربيه، يعني الانديه السعوديه بكفه، حتى ترى تاريخ البطوله هذه الانديه العربيه، الانديه السعوديه هي اكثر من حققتها مع الانديه التونسيه، لكن الحين احنا ان شاء الله بنتجاوزهم. فدائما تاريخ الانديه السعوديه هو الاعلى. الهلال اليوم يبحث عن اتوقع البطوله الرابعه، النصر يبحث عن البطوله الاولى له في البطوله العربيه، الشباب بعد عنده أتوقع ممكن مثل الهلال 3 أو 2، النصر الاتحاد عنده بطولة، الأهلي عنده بطولة، الاتفاق بطولتين. فدائما نشوف تاريخ البطولة هذه من 40 سنة، من 45 سنة، الأندية السعودية دائما كعبها عالي على أغلب الأندية العربية. نهائي بصراحة أنا كنت متوقع أن النهائي بيكون عربي. هو ممكن نادي واحد كان بيقدر يجاري الأندية السعودية اللي هو نادي الأهلي كيف تتوقع المصري. النهائي عربي؟ لا عفوا، أنا أقصد السعودي يا أبو ساري. يعني قلت ايش عنده ماونت نهائي عربي يعني؟ يعني لا لا مشارك انا زي انا الريال مشارك مثلا. لا انا اقصدها، ذكرتني بسالفه اللي يقول افضل من نظم الحج. شوف يا ابو ساري، فنرجع للموضوع. ان انا اتوقع كلنا اغلب الناس توقعوا انه يكون النهائي سعودي بسبب البطوله. اول شيء خلينا نكون صريحين، مقيمه في السعوديه. ثاني شيء الليفل اللي واصلت له الثلاثه الانديه من اصل اربعه من ناحيه العناصر. اليوم الهلال ضايف 4 لاعبين، الهلال عنده لعيبه محليين ممتازين. النصر بعد ضايف كم لاعب، ومدربه ممتاز وجالس معهم ممكن من الاعداد اللي صار في اوروبا. نجي للاتحاد ضاف كم لاعب زائد استقرار مدرب. بصراحه يا ابو ساري، الفريق اللي شوف، الهلال والنصر يستحقون يوصلون النهائي، ولكن انا على المستوى الشخصي الفريق اللي ما شاء الله تبارك الله صدمني، يعني الهلال عنده افضل من اللي قدمه، النصر عنده افضل من اللي قدمه، الاتحاد عنده افضل من اللي قدمه، الشباب قدم اكثر من المطلوب بصراحه. الشباب اليوم مثل لو تشوف مباراته ضد الزمالك قدم مستوى كبير وانتصر، مباراته ضد النصر قدم مستوى كبير وتعادل، مباراته ضد الفريق الستير مثل شو اسمه فاز، مباراته الاخيره رغم انه كان مطرود من الوحده وفاز. اليوم صحيح انه خرج، ولكن انا صح في ناس ما تعجب، يعني ما تعجبهم سالفه انه انا يعني ما خرجت يعني سالفه اني انا اهم شيء اني افوز ولا الخساره تعتبر يعني خساره. لا، اليوم انت كشبابي، انت اليوم لو ظروف الشباب موجوده عند الثلاثه الانديه اللي مالكها صندوق، ما اتوقع انها راح توصل يعني راح يوصلون نفس اللي سواه الشباب. فاليوم اللي سواه الشباب
شيء جدًا عظيم. الشباب كان عنده مشكلة من بداية البطولة تكلمنا فيها، فريق مسجل هدفين باستثناء هدف اليوم، كلها بلنتيات، فريق صحيح إنه ما جاء فيه أي هدف، بس اليوم القوة العظيمة في الهلال بالذات الكور الثابتة يا أبو سعري. الهلال هذه السنة في الكرات الثابتة فريق مخيف، تتكلم على المنفذ روبن نيفيز، تتكلم على كوليبالي، على كنو، على البليهي، على سافيتش، على بعد إنه راح يضاف لهم مهاجم. فاليوم هم يعني هم اليوم هجوميًا يعني عندهم عبء في الهجوم، وعندهم مشاكل في العناصر. أنا أشوف مدرب الشباب أكون معك صريح، يوم الشباب وقع معه رجعت على مسيرته في أياكس، مسيرته في لشبونة، مسيرته مع الجزيرة، فعلًا مدرب هجومي. ولكن يا أبو ساري اليوم كرة القدم العمل الكبير على العناصر. اليوم أنت لو تعطي خصص عناصر الشباب والعكس ما أعتقد إنه راح يتأهل. فاليوم الشبابيين سووا أكثر من اللازم، بالعكس الشباب اليوم طلع بشرف، طلع وراسه مرفوع. ولكن الشباب يحتاج صراحة صفقات، يحتاج يعني لاعبين. الهلال والنصر النهاية المنتظر، إحنا بنشوف، إحنا من الناس يا أبو ساري اللي بيخسر نتشمت عليه، ما ورانا شيء كالاتحادين. شكرًا يا أبو ساري. الله يعطيك العافية. وين تتمنى تتشبث به؟ صوتك يا أبو ساري والله مو بواضح. تتمنى تتشمت بمن؟ والله يا أبو ساري 50-50. ما أنا بصراحة هذه المباراة راح أستمتع فيها، ما فعلًا ما تفرق معي، والله باستمتع. ترى يا أبو ساري أكون معك صريح، ما أنا صح إني متعصب للاتحاد وكذا، والله بس والله إني استمتعت في البطولة، استمتعت لدرجة أنت ما حتى اليوم يعني الطريق يعني كانت مباراة ممكن بتكون سهلة للهلال، سبحان الله المعيوف انطرد، يعني المباراة صارت صعبة على الهلاليين. فحتى اليوم مباراة اليوم كان في أي وقت الشباب ممكن يعادل 2-2 وأي وقت الهلال يسجل الثالث. فبصراحة يا أبو ساري البطولة نجحت وبطولة عظيمة. أنا انصدمت يا أبو ساري من المنشآت في الطايف وأبها. أنا من الناس اللي كنت أشكك أن البطولة ممكن ما راح تنجح على مستوى التنظيم، على مستوى الملاعب، ولكن كالعادة الاتحاد العربي قبل 3 سنوات يوم تركي آل الشيخ رجع البطولة، أنا كنت من الناس اللي أشك إن البطولة هذه ما حد راح يتابعها. لا بالعكس كانت ترند قبل عام 2019. اليوم جميع الصحف حتى الناس اللي يعني العرب كل الناس قاعد يتكلمون عن البطولة. اليوم بالعكس أنا شايف جمهور الهلال مشاركين يبغون البطولة، جمهور الاتحاد يبغون البطولة، جماهير النصر يبغون البطولة. فالحمد لله يا أبو ساري، أنت تفتخر يا أبو ساري البطولة هذه دولتك هي اللي شايلتها ومنظمتها، موجودة في مدن يعني في المنشآت ما هي بهذيك المدن وتنجح وتطلع بهذه الصورة، زايد إن فريقين سعوديين بالنهائي. أعتقد يا أبو ساري لو نبعد التعصب ونصندد الاتحادية من حق المواطن السعودي يفتخر باللي صار في البطولة العربية. شكرا يا ماونتي، ليت تبقى معانا. دكتور الحماد حياك يا الله. هلا ابو ساري، حياك الله. مبروك وصولكم للنهائي. الله يبارك فيك حبيبنا. بس انا عندي احساس ان هذه اخر مبروك لكم في البطوله العربيه الحاليه. عشان النهائي يعني. انا اتوقع النصر حيكسبكم. هو النهائي ابو ساري، اذا تكلمنا عن النهائي هو نهائي غير متكافئ تاريخيا ولا نظاميا ولا ماليا. تاريخيا لأنه الهلال يتجاوز النصر ب4 نهائيات في البطولات الخارجية، فلا يوجد تكافؤ. نظاميا النصر حضر البطولة ترشيحيا بدعوة، فنظاميا أساسا وصول النصر غير نظامي. وماليا النصر نادي مدعوم بأكثر من 2 مليار ريال، ويملك لاعبين قيمتهم فوق 1 مليار. فبكل المقاييس هو النهائي غير متكافئ. لكن احنا شفناها في فترات سابقة مع الاتحاد النادي الملياري وتجاوزوا الهلال، مع الشباب الهلال لعب ب10 لاعبين وتجاوز الشباب الهلال. فكرة القدم لا تعتمد على مثل هالمقاييس، خصوصا أنه يكون فيها بعض الأمور اللي فيها مثل الترشيح، فيها مثل الدعم المالي الكبير اللي تتحصل عليه كثير من الأندية. الهلال اليوم أعتقد أنه يلعب لاسمه، وهذا اللي يميز الهلال دائما وأبدا أبو ساري. عفوا الحماد، ايش قصدك بان النصر مشارك بالترشيح؟ يعني ما شارك بصفه البطل؟ هو النصر بدعوة من الاتحاد العربي ومعلنة بشكل رسمي من حساب الاتحاد العربي. والهلال مشارك باي صفه؟ والهلال مشارك بصفته ثاني الدوري، يعني طبيعي بيشارك. بس يبدو لي ان الاسماء محدده قبل نهايه الموسم الماضي. ايه الهلال شارك يعني بطل مو دوري بناء على ترتيب الدوري الماضي.
او اللي قبله، لكن الهلال ما شفنا انه يعني حضر اللي بدعوه. قبله يكون الهلال البطل. ما حضر بدعوه الهلال، لكن النصر اعلن بشكل رسمي انه حاضر بدعوه. اوكي دكتور ادريس حياك الله. الله يحييك يا ابو ساري، مساك الله بالخير. على البركه الوصول للنهائي. الله يبارك فيك. هل وكنا فريقك مشارك بدعوه؟ والله انا ما ودي ادخل في هذه المناكفات يا ابو ساري، لكن انا اللي ودي اقوله انه فريقين كبيرين وصلوا الى نهائي كاس الملك سلمان، وهذا افضل تتويج لهذه البطولة ان يصل النصر والهلال على نهائي كاس العرب. فريقين كبيرين، نجوم كبار، مؤهل كل فريق منهم للفوز بهذه البطولة. وأنا أبارك للنصراويين أولا بحكم نصراويتي، ثم بارك للإخوة الهلاليين وصولهم للنهائي. وبمشيئة الله مساء السبت في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف نشهد كرنفال عربي، نقول للفائز مبروك ونقول للمهزوم هارد لك يا أبو ساري. اي هذا كلام انشائي، هذا كلام انشائي يذكرني بتصريحات المسؤولين. نعم. انت الان ترى ان وصول فريقك عن جداره، يعني مشاركه النصر اصلا مشاركه مستحقه ولا بدعوه مثل ما يقول حماد؟ أنا ذكرت لك قبل قليل ما ودي في المناكفات هذه، لكن أنا حلو، أقول لك اذا ما ودك في المناكفات بس تبغى تقول كلام انشائي، فريقين وصلوا النهائي ونبارك الفائز ونقول هارد لك، لا هذه ترى تصريحات في الثمانينات تمشي، الحين خلاص قل رايك بوضوح. يعني بالنسبة رأيي في وضوح أنا أشوف وصول النصر إلى النهائي مستحق. ووصول الهلال يعني لو رجعت للمباريات في دور التمهيدي تجد يعني هناك كلام كثير حول، على سبيل المثال مباراة الوداد في لغط تحكيمي حصل على تلك المباراة. يعني يعني برايك ان الهلال وصل باخطاء تحكيميه والنصر وصل عن جداره. النصر وصل عن جدارة واستحقاق وما حد ولا يستطيع أحد أن يقول غير هذا الكلام. لكن مباراة الهلال والوداد كان عليها لغط كبير يا أبو ساري، والجميع شاهد المباراة. اوكي خلينا نسمع كلام بندر. حياك الله يا ابو عبد لا الله. بس بهذه يبغى المناكفات بالتحكيم، بس بمشاركه بس النصر ما ابو يبغى ساري مناكفات. ابو ساري الدكتور ابى اسال بندر يا ابو ساري، بس انت قبل ماون. 3 اسلم لحظه خليني اشوف، خليني اتكلم مع بندر. فيكم فتحتوا المايكات كلكم يا كلنا بندر. ناويين بندر. دكتور ادريس يقول ان فريقه وصل عن جداره وفريقك وصل باخطاء تحكيميه، ويقول ما في احد يختلف على ان النصر وصل بجداره. تتفق معه؟ تفضل. أول شيء ألف مبروك الفوز والتأهل للهلال. بالنسبة لوصول الهلال للنهائي وصول مستحق ما يحتاج، ووصول النصر برضو أنا باركت للهلال يا أبو ساري والأخ ما بارك لي، الله يحفظك. ما هو هو شرط حر، إنه هو ما يبغى يبارك لك. ما بيبارك أنا. طيب عادي، هو ما ما في يبغى شيء. يبارك لك. ما يجباري. انت لما باركت تقول ابارك للفائز وسنبارك للفائز ونقول هارد لك، هذا رايك. هو ما يبغى يبارك لك، يعني ما نقدر نجبره. لا، هذا نظامهم. بارك لنا وقل فريقنا كبير اذا قلنا فريقك كبير. فريقك صغير وما هو لازم ابارك لك. تفضل يا بندر. بالنسبة لمباراة اليوم والله يا أبو ساري أنا أشوف أن الهلال تضرر فيها بشكل كبير من ناحية استنزاف اللياقي، خاصة أن المباراة النهائي والطرد المبكر. بالنسبة لكلام الأستاذ إدريس، أتوقع أنه الكل شاف الهلال في البطولة. أوكي ممكن بدور المجموعات كلنا كهلاليين كلنا متفقين أن الهلال مو بمستواه ولا المستوى اللي مرضي جماهيره، لكن الهلال قدام الاتحاد، الهلال حتى اليوم رغم النقص يعني الهلال قدم مباراة كبيرة. بالنسبة لتأهل النصر بالبطولة إلى النهائي تأهل مستحق، لكن كمشاركة كلنا نعرف أن النصر مشارك بدعوة، يعني ما هو مستحق، يعني مشاركة غير مستحق، يعني هي بالنهاية دعوة. لكن تأهل النصر بالبطولة بعد المشاركة تأهل يستحقها النصر. تفضل يا دكتور ادريس. واضح ان بندر ما يتفق معك. لا أنا ألومك أنت يا سدي، بس كيف تسمح للأخ بندر يقول ناديك صغير وأنت يعني صاحب ما قلت أنا المساحة؟ ما قلت. ايه عادي عندي، لا عادي انا اسمح أبو بهالشيء. ساري لا أول شيء أنا ما ذكر قلت. الأستاذ بندر قال ناديك صغير يا سدي بس. لحظه يا شباب اهدوا. دكتور ادريس اللي قال ناديك صغير دكتور الحماد وليس بندر،
وانا بالنسبه لي عادي. عندي واحد يقول هذا نادي صغير هذا نادي كبير، ما تفرق عندي، يعني ترى في الاخير هي انديه يعني. اما تقول لي انا استغرب ولا كيف تسمح، لا انا في مساحتي اسمح. انت تبغى تقول الهلال صغير، قل الهلال نادي صغير، ما عندي مشكله. تفضل دكتور ادريس. دكتور ادريس فك المايك وقول اللي تبغى تقوله. اذا انت ترى ان الهلال صغير قول صغير، ليش تستحي؟ انت كاتبنا يا ابو ساري تقول تكلم، الله يطول لا عمرك. يا اخي فاتح المايك من اول. انا اعتذر للاخ بندر، يبدو لي اني سمعت، لكن اذا كان الدكتور الحماد قال هذا امر يعود له. بما انك اعتذرت لبندر وعشان المساحه اخوي ادريس، انا اعتذر لك. النصر مو نادي صغير، النصر اصغر نادي في العالم. اذا صاحب المساحه يرضى بهذا الكلام انا ما ارضى. عيد ما ترضى بكيفك، هو رايه، هذا رايه. هو يرى، انا ارى ان النصر نادي كبير، لكن هو يرى انه صغير، هو حر. انت ترضى انت ما ترضى هذا موضوع اخر. انت ترى ان الهلال نادي صغير، قل الهلال اصغر نادي في العالم، وش بيصير يعني؟ الله اكبر يعني. نتكلم على مين؟ ترى نتكلم على نادي. ادبياتي ما تسمح لي بذلك يا خلاص ما دام ادبياتك لا تسمح لك، ادبيات دكتور الحماد ان النصر نادي صغير. وادبياتك سمحت لك يا دكتور انك تكفر جمهور الهلال في مساحه بخاري الشهيره؟ يا دكتور الحماد وش ذا الكلام؟ دكتور الحماد وش ذا الكلام ده؟ الامور هذه ما تدخل عندي نهائيا. اي موضوع ولا سالفه ولا كلام فيها قانون ولا فيها شكاوى فكونا منها، ما تمشي عندي بمساحتي. خلوا نقاشنا رياضي، انت ناديك كبير انت ناديك صغير، بس فكونا. دكتور ادريس، اذا انت ترى ان الهلال نادي كبير، عشان كذا ادبياتك تمنعك انك تصفه بالصغير. الحماد من ادبياته ان النصر نادي صغير، فقال النادي النصر نادي صغير، رايه ما نقدر نجبره. انا بالنسبه لي ارى ان النادي النصر نادي كبير، وهذه هي الحقيقه يا ابو ساري، ما فيها عاد كل واحد حر، كل واحد حر. وانا نعم. على فكره وانا ارى ان النصر نادي كبير حتى تقارنه بالهلال، فاذا قارن بالهلال اصبح صغيرا امام الهلال. هذا رايي، يعجبك ما يعجبك هذا رايي في الاخير. الفارس حياك الله. حياك نباهك ابو ساري، مسك بالخير. يا هلا بك، الف مبروك تاهل النصر للنهائي. الله يبارك بايامك. اول شيء الف مبروك للجمهور النصراوي، تاهل النهائي كاس العرب، نهائي الملك سلمان، طولنا بعمره ان شاء الله. ومبارك لاخواننا الهلاليين، ونهائي يعني في بدايه موسم تكون يعني افضل بدايه لكل الموسم، سواء الهلال ان شاء الله باذن الله انه يطلع من البطوله ان شاء الله، والنصر باذن الله الذي لا تنام عينه يبدا الموسم في احراز الذهب واحراز البطوله. سيكون الدوري الضغط بيتحول للهلال كوجهه نظري انا، لان المباراه بتكون قدام النصر. لو ان المباراه قدام الفريق ثاني بيختلف الوضع، بس المباراه قدام النصر اذا اخذ البطوله بحول الذي لا تنام عينه ان شاء الله بيختلف الوضع تماما. الفارس، انا توقعت وانا اقدم سؤالي الاول للحماد ان هذه اخر مبروك للحماد في هذه البطوله، لاني اتوقع ان البطوله صفراء فاقع اللون. يا رب يا رب تسر النصراويين يا رب. بس انا بقول لك شيء ابو ساري، نقدر اقول كلام جميل والمع المواضيع واقول ان النصر سيسحق الهلال والكلام كثير جدا، ما يختلف عليه اثنين. الهلال نادي كبير، النصر نادي عملاق في الكرة الآسيوية. أنا سمعت قبل شوية الحماد ولا بغيت أتداخل معه، يعني يقول نادي النصر أصغر نادي من أبسط حقوقه. يعني اللي يعرف نادي النصر ويعرف تاريخ نادي النصر وأساطير نادي النصر من قديم الزمان يعني، وعاشر النصر. أنا متابع النصر تقريبا من 30 سنة، من عام 1414، وأنا يعني حاضر في استاد الملك فهد. أعرف النصر وأعرف تاريخ النصر وأعرف بطولات النصر. النصر ما توفق في بطولات، في إحراز البطولات كعدد بطولات صح. النصر صار فيه شيل وحط ومشاكل الله يعني. اصلا الفارس انا بوجهه نظري اي نادي يلعب له ماجد عبد الله لا يمكن يكون صغير. يا بعد راسي يا ابو ساري، شوف انا بقول لك شيء. بل انا لي مقوله في هالمساحه، مساحه شاهد باس، اذا عديت اساطير الكره السعوديه ال10 فان تيشيرت ماجد مع هؤلاء ال10 وليس ماجد.
هذا اللي اقول لك يا ابو ساري، يعني ليس محض صدفه يعني ماجد عبد الله، محسن جمعان، يوسف خميس، اجانب على مستوى عالي يلعبون لا نادي تنسى بندر النصر. تميم. طيب ما في مشكله، لا تنسى محمد لطف. بس انا اللي بقول لك يا ابو ساري، معقوله ذا الاساطير يا الفارس اهدى. لا انا ما قاطعتك الدكتور حماد، عطني مجال لو سمحت اكثر. نذكر لك الاساطير ما قلنا شيء. كمل. طيب عندنا وعندكم خير. الحماد يقاطعك ليش يقاطعك؟ لأنه حس انك قاعد تقول كلام قوي، قاعد تضرب في المليان وقاعد يتألم. بس اهم شيء ابو ساري يوم ذكر الاجانب خلي يذكر حمد الله. يا ابو ساري اعطوني مجال، انتم اعطوني مجال لو سمحتم. لاعبين اجانب مثلوا النصر تقريبا من 20 سنه، لاعبين كبار جدا كبار. شوارزكوف اعظم من حمد الله. اشقوا بالضبط. وش شوارزكوف؟ تعال ستوشكوف. شوارزكوف قائد بلغاريا، نجم بلغاريا يعني، ونجم الجزائر موسى صايب ولا مو بس بلغاريا، نجم برشلونه في التسعينيات. لا بس ما له دخل، هو تقيسه كاسم ولا كنجاحه مع الفريق؟ ما لنا علاقه. لا علاقه. ما هو تمثل يعني الحين سؤال، لاعب منتخب بلغاريا اللي قاد بلغاريا الى نصف نهائي 94، حدث تاريخي. ونجم واحد من اعظم الانديه في العالم، نجم برشلونه. ابو ساري الحين لعب مع النصر وحقق معه بطوله كاس الكؤوس الاسيويه. ابو ساري الحين ابو ساري رونالدو لو جلس سنه ما جاب ولا بطوله وراح، يعني هو افضل من ماجد عبد الله في النصر. موت الفكره اللي بقولها. نعم لا رونالدو اكيد كذا. رونالدو نعم. نحن نتكلم في نادي النصر من الاجانب، ما هو باللاعبين بعيدا عن الانديه. طيب انت اعطيت الفارس فرصه يتكلم. ما اعطاني. انا مشكلتي انت اعطيته يكمل فكرته. اسلم الفارس اسلم. انا فكرتي انتم ليش خايفين من الفارس يقول فكرته؟ الخوف هذا ايش سببه؟ تفضل الفارس. تسلم ابو ساري. انا اقول لك لاعبين كبار عمالقه في الكره السعوديه ونجوم اجانب مثلوا نادي النصر، ليس محض صدفه. مستحيل اقول نادي النصر انه نادي صغير وكوكبه نجوم كبار مثل الفريق. صح النصر كاحراز بطولات ما حقق بطولات، بس اتكلم انه كنادي كبير يملك جماهيريه عظيمه، يملك لاعبين كبار. هذا ردي على الدكتور حماد. اما بالنسبه للنهائي يوم السبت، انا عندي وجهه نظر واتمنى باذن الله ان تكون ان شاء الله عكسيه يا رب. انا قلتها واقولها الان، اللي بيمسك النص بيمسك وسط الملعب هو اللي بيفوز. النصر ماشي صح، وتقريبا من فتره، تقريبا من شهر او من شهرين، وانا من الناس اللي تقريبا من سنه في لاعبين انا ما يلبس تيشيرت النصر، انا ما احب يلبس تيشيرت النصر. اكون صادق معك وصريح، اللاعب هذا لا اتمنى خروجه اليوم قبل بكره. ليش؟ اول شيء لاعب انا من الناس اللي صراحه صعقت من اللي سواه الموسم الماضي. رقم انا اللي تقريبا لي 4 شهور يا ابو ساري ما طلعت ترى مساحات، واتمنى انك تعطيني مجال. عندك لي تقريبا له سنه تقريبا الرجل هذا، يعني صعقت من اللي قاعد اسواه في نادي النصر الموسم الماضي. الموسم هذا ما له مكان في نادي النصر. النصر ينقص قطعه ناقصه. اذا النصر فك المجاملات شوي وتركوا المكابره، صدقني النصر، انا ما اقول بياكل خضر واليابس، لا، النصر بيكون منافس قوي جدا جدا جدا. اتمنى من وجهه نظري، اتمنى باذن الله يوم السبت ان شاء الله نحقق الذهب ونبدا الموسم في بطوله، يعني اسم مسمى كبير، اسم الملك سلمان، وبطوله عربيه، وبدايه موسم قبل ما يبدا الدوري تقريبا قبل مباراه النصر بيومين او 3 ايام مع الاتفاق، يعني بتكون ان شاء الله بدايه قويه. اتمنى جمهور النصر، هذه رسالتي جمهور النصر، بقى على فتره الانتقالات تقريبا اقل من شهر، حدود 25 يوم الى 20 يوم. اتمنى انهم يتحدون مع بعض علشان حاجتين: علشان شكل النصر الفني، ويتركون المجاملات ويتركون شبيحه اللاعبين. يعني تاليسكا انا من الناس اللي ما يختلف عليه اثنين، لاعب خرافي، لاعب رجله سم على الباب، كره ثابته، كره متحركه، نجم خرافي. ما ينفع الان في النصر ايش ينفع له الان؟ ينفع له لاعب نظام سافيتش، نظام مثل رومارينهو، او ان نظام سافيتش، نظام نفز، نظام يكمل المنظومه مع فوفانا ومع بروزوفيتش، ولاعب طرف يمين. اتركوا تشجيع اللاعبين، والله العظيم ما راح نستفيد منها. تاليسكا نجم خرافي، تاليسكا له 3 سنوات ما سوى شيء،
تاليسكا له 3 سنوات ما سوى شيء. على النقيض يجونك ناس يقولون المنظومه كلها ما سوت شيء. طيب ما عندي مشكله، المنظومه كلها ما سوت شيء. على النقيض تماما رومرينهو وقروهي وخاصه روما خلال سنتين انقذ من الهبوط وحقق بطوله. تاليسكا كان الموسم الماضي الفريق طايح، ما قدر يشلع الفريق فوق. هذا الفرق بين اللاعب المقاتل، اللاعب اللي بستفيد منه، واللاعب اللي انا وجهه نظري داخل الملعب ما يبغى يقدم شيء. انا وجهه نظري ما يقدر جمهور النصراوي. اللي سواه الموسم الماضي ما راح اغفر له. انا اتكلم وجهه نظري، ما اتمنى له التوفيق الا اذا دخلنا في المعترك في البطولات عاد شكل الله غصب علي. بس الان اتمنى خروجه اليوم قبل بكره. نتمنى ان شاء الله النهائي كبير يليق بالكبير النصراوي ونادي الهلال. شكرا ابو ساري. شكرا الفارس. ايش اللي سواه تاليسكا الموسم الماضي وخليك زعلان عليه؟ ترى انا كتبت عنوان الفارس اخرجوا تاليسكا من نادي النصر. وش اللي ما سوى تاليسكا الموسم الماضي؟ انت لاعب النصر ما قصر معك، كجماهير ادعموك، كاداره ادعمتك، يعني حتى يعني الاشياء اللي خارج الملعب وفروها لك في محيط منطقه الرياض اللي هو موهبتك الثانيه الغناء. يعني جابوا لك فرقات كامله جابوا لك الرياض. المفروض انت من نفسك تخجل على دمك شوي وتستحي وتحرف الملعب. يجيني واحد يقول لي والله نجم كبير وجاب اهداف. هذه المقوله انا ما دانيها نهائيا. والله حقق 20 هدف يا حبيبي، حقق 20 هدف على مين؟ جيب لي مباريات حاسمه امام الاتحاد خاصه اللي كان منافس حقيقي ضدنا الموسم الماضي اللي قبله. جيب لي اهداف حاسمه امام الهلال، جيب لي اهداف حاسمه امام الشباب. بعدها انا اجي اقول لك واصفق لك انه لاعب خرافي وخذلوا اللاعبين البقيه. اصلا موضوع اللاعبين المحليين انا عندي وجهه نظري ان ما عندنا ولا لاعب محلي يستحق ارتداء شعار نادي النصر باستثناء سلطان غنام. ارجع لتاليسكا. اتمنى خروجه اليوم قبل بكره. لاعب متخاذل في المباريات، لاعب ما انساه لمباراه شهيره وما انساها ما حييت. انه رجل سواء مباراه الهلال ومباراه الاتحاد كوجهه نظري وليس اتهام، رجل احس انه يبغى ينطرد. وش اللاعب اللي النصر قايم عليه كنجم كبير انت تبغى تنطرد في المباراه؟ انا ما راح انساها له. انا اجي اكافئه واجدد عقده واجلسه في نادي النصر. اشوف الان كاسترو، انا تفائلت جدا في كاسترو خلال الاسبوع الماضي. كاسترو يوافق المدربين العالميين اللي يعتمد على 3 محاور. مجرد انه قال نحتاج محور ثالث او لاعب اجنبي وسط الملعب، واضح بما يدع مجال للشك ان تاليسكا بيلعب طرف يمين. الشوط الثاني الدقيقه 60 الى الدقيقه 70 الله لا يهينك اطلع برا. يعني مجرد اني ما اقدر الغي عقد تاليسكا خليك طرف يمين. لا، تاليسكا عقده كبير. ولو تشوف نادي فنربخشة ولا بشكتاش ما عندهم مشكله ياخذونها تركيا، جيب لك لاعب طرف يمين. اليوم ماني اليوم خلال تقريبا 10 دقائق تقريبا لعب يمين او ربع ساعه يا اخي سوى الهوايل. تخيل عندك طرف يمين نار حريقه سريع وطرف يسار ماني، وسط الملعب فوفانا بروزوفيتش، ومعهم وسط مثلا اقتراح مثلا لاعب لاتسيو الايطالي لويس البرتو. تخيل الثلاثه هذولا يسارهم ماني ويمينهم لاعب طرف فنان ولاعب وكريستيانو. لازم تاليسكا يا جمهور النصر اصحى خلاص. نظام اللاعب النجم الاوحد في نادي النصر انتهت. المفروض انتهي قبل 3 سنوات. المفروض انها تنتهي الان. فكونا من التشبيح الزايد. ما نفعنا بتشبيح حمد الله شبحنا له لين اكلنا الويل منه. والان تشبحون تاليسكا. حتى يعني في واحد من المغردين محمد السبيعي ما ادري هو يسمعني الان ولا ما يسمعني اليوم، هو والله عارف داخليا ان تاليسكا اغلب جمهور النصر ما يبيه، وعارف ان تاليسكا ما راح يقدم شيء للنصر. ما قدم في وسط الملعب، راح بيقدم في لاعب طرف. راح اليوم كل تغريداته اليوم اعطوني مقاطع النجم الكبير الاسطوري تاليسكا. حتى هو قاعد يطقطق بطريقه غير مباشره بتاليسكا. اتمنى ان الان بقى 20 يوم اشتغلوا على لاعب الوسط، اشتغلوا على لاعب الطرف، اشتغلوا على قائد في منطقه الدفاع، وفنا باذن الله البطولات. ابو ساري اذا سمحت. اوكي يا فارس، وصلت رسالتك لجمهور النصر. لحظه يا الحماد عشان ماونت بيروح يتعشى. ماونت تفضل يا ماونت. والله يا ابو ساري قبل شيء ما شاء الله قريت احصائيه، هذا النهايه رقم 24 لخصص. فمدرب ناجح
وانا اعتقد انه بعد ما دخل كنو كوسط ثالث بدل كاريو الهلال صار يتطور على المستوى الفني. انا ترى احترم المدرب اللي يتعلم من اخطائه، لكن شوف انا والله اخاف في النهايه من شيء واحد. بالنسبه لي اخاف من شيئين، بما اني محايد ولا همني مني حقيقه. انا خايف على مستوى التحكيم. اليوم انت تتكلم على اكثر ناديين استفادوا بالتحكيم فبيتقابلون بالنهائي، فالله يعين الحكم. هذه نقطه. النقطه الثانيه على المستوى البدني اللي هي اللياقي. يعني انت جيت للنصر، النصر يعني فعلا كان مرهق. اليوم الهلال مثل ما قال حبيبنا من دروقيت على المستوى البدني الهلال ارهق، فممكن المباراه راح تظلمهم، يعني راح تظلم على المستوى الفني بسبب انها المباراه الصح في التوقيت الغلط، بسبب انها بدايه الموسم، بسبب ظروف الفريقين في المعسكر، ظروف البطوله كانت مرهقه. انت تعرف الانديه اللي قابلها الهلال والنصر كانت انديه بدنيه، فهذه ممكن تخرب المباراه. ولكن احنا عندنا امل ان مع جمهور الطائف، لانه المباراه راح تكون باذن الله النهايه يوم السبت الساعه 9، فمع جمهور الغربيه اللي هم الطائف الهلال والنصر الاعلام الثلاثه ايام قبل المباراه، ممكن راح تفوق على الموضوع البدني، وكل لاعب يعطي كل اللي ما عنده. الهلال بيكون عنده غياب عمود فقري، تتكلم على حارس ومهاجم، هذه امور حساسه. النصر بعد اصابه مادو ممكن العمري يرجع، هذا بعد نقطه ضعف. النصر بعد على المستوى اللياقي متعب. الهلال بعد مثل ما قلت لك يا ابو ساري على مباراه اليوم متعب. فمباراه ممكن يا ابو ساري اللي يقدم يعني مباراه بتكون هي مباراه يعني اللي هي مباراه نهائيات 1-0 2-1. ولكن يبقى السؤال، هل هذه المباراه راح تخلي اي فريق من الفريقين انهم يبدوا يشككون في اي مدرب؟ انا اعتقد ان الافضل، لان لو كنت هلالي او كنت نصراوي، ان هذه المباراه تكون جزء ولكن ما تكون المقياس الحقيقي في على اختبار خيسوس او ذا، لان ظروفها جدا عاليه. شكرا يا ابو ساري وشكرا للجميع، نشوفكم على خير. شكرا ماونت، لازم تروح تتعشى، واضح انك جوعان لاني سمعتك تقول ظروف المباراه انها تخلي كل لاعب يعطي اللي ما عنده. قبل ما يروح يا ابو ساري، ما وانت انا ودي اسال الله يطول عمرك. تفضل يا دكتور ادريس تفضل. يقول النصر استفاد من التحكيم، متى استفاد النصر من التحكيم يا ماونت؟ والله اعتقد مباراه اليوم بس تكفي، غير يعني في مباريات يا كثيره رجل يا رجل، كم ركله الجزاء ما حسبها الحكم؟ وين شوف استفاد دكتور الله؟ ادريس وانت تقول يا رجل يا رجل، احسك تقول يا رجل توكل على الله بس. ابو ساري شوف يا ابو ساري، في انديه يا ابو ساري يعني في انا اوروبا حاضر بالملعب يا شوف ابو ساري، انا حاضر لا بالملعب بالعكس، وشاهدتها. اللي في الملعب ما يشوف مثلنا احنا. بس انا بعلمك في انديه يوم تغش في العالم كله، يعني تغش وهي ساكته، يعني زي جمهور اليونايتد، جمهور اليوفي، مع ريال مدريد وبرشلونه. عندنا ناديين في السعوديه لا يغشون ويقولون نحن مظلومين. يعني شوف كيف الشجاعه، يعني هم يغشون ويقولون نحن المظلومين. يعني هم ترى الحين مو يغشون، لا تصير اخطاء تحكيميه تقديريه وما لهم علاقه. اكيد يا ابو ساري، الهلال لا ناقه له جمل، لا على مستوى اللاعبين، لا اداره، لا جمهور. احنا نتكلم على الحكام، نفس الشيء النصر. لكن انا وش اللي اقوله يا ابو ساري، في انديه تستفيد من التحكيم هي ساكته. اليوم ترى المشجع الهلالي يعتقد الهلال وصل رغم الظلم التحكيمي اللي صار له طول البطوله. المشجع النصراوي يعتقد انه وصل للنهائي رغم الظلم التحكيمي. فنحن الله نعين الحكم، الله يعين الحكم المباراه الجايه اخطا في رميه التماس هو اللي بيشيل الشيله. هذا توقع يا ابو ساري. شكرا لك يا ابو ساري. يعني هذه عاده جمهور الهلال والنصر، يخسر يروح التحكيم، هذا قصدك يا ماونت؟ بالضبط يا ابو ساري، هذا انا عكس اتوقع جمهور يعني. الاتحاد، اذا خسر يقول لا ما في اخطاء لا تحكيميه، انا قلت لك الاتحاد خسر ينتقد مباراه. ابو المدرب او ساري اللعيبه. انا لا قلت يروح لك للبشوت، جمهور ابو الاتحاد يروح ساري للبشوت على طول. دكتور محمد لازم تحدث نفسك، ما حد صار يذكر البشوت. هل احنا 23 ما في ايه 2003؟ عزكم الصندوق ولا طول عمركم على طيب البشوت؟ سوي تحديث ابو ولا طول ساري عمركم شوف. على البشوت. طيب نرجع لابو ساري، نرجع في نقطه انت قلتها. انا من الناس يا ابو ساري قلت لك الاتحاد خسر من الهلال، التحكيم هي جزء ولكن ما هي الجزء الرئيسي فقط. الاتحاد على المستوى الفني ما كان ممتاز. فانا يا ابو ساري صاحب مبادئ، ما قلت لك الاتحاد خسر بسبب التحكيم فقط، قلت لك التحكيم كان جزء مثل ما النصر اليوم استفاد من التحكيم. وقلت لك الله يعين النهايه مين بيكون. والله انا اشوف في حكم ممتاز اتابع حتى في البطولات الافريقيه اللي هو الحكم المغربي. اعتقد اي حكم عربي غيره راح يدخل الفريقين بجدار. هذه وجهه نظري. شكرا يا حبيبي ابو ساري. خليني اشكرك يا ابو ساري على اتاحه الفرصه، وودي استاذن الله يطول عمرك. دكتور ادريس ماونت يقول مباراه اليوم اقرب
رد على كلامك انك تقول النصر متى استفاد من التحكيم، تعليقك. والله يا ابو ساري، يعني انا طبعا شاهدت المباراه في الملعب، ولكن يعني مما رايته في بعض المقاطع من ركلات الجزاء تقريبا 2 أو 3 ما حسبها الحكم. لكن الحمد لله على الفوز. أنا ما أتصور أن النصر استفاد اليوم من التحكيم، بالعكس يبدو لي أنه ظلم اليوم من التحكيم وتجاوزنا هذه المباراة. أنا ودي أشكرك يا أبو ساري على إتاحة الفرصة، وكل التحية والتقدير للإخوة المتحدثين والمستمعين. شكرا جزيلا يا أبو ساري. شكرا دكتور ادريس، يعطيك العافيه. ابو غازي حياك الله. الله يحييك ابو ساري، مساك الله بالخير. بعد غياب لك فتره عن المساحات. اي والله ابو ساري، بس ابد يوم احنا نشوفك على طول يعني ما نقدر نتاخر. الله يحفظك. الف مبروك وصول النصر للنهائي. الله يبارك فيك. صوتك بعيد شوي ترى ابو ساري. طيب اقول الف مبروك فوز النصر وعقبال فوزكم بالبطوله. اللهم امين. انا عارف عد النصر بالنسبه لك عشق الطفوله ابو ساري، فانت سمعنا ان شاء الله. طبعا تعليقك على ما سمعت. والله شوف ابو ساري، انا اعتقد انه الطرح الاتحادي حاليا مصاب باضطراب ما بعد الصدمه يعني، ويمثلوا اخونا ماونت اليوم. هم يعني كانوا يعتقدون انه البطوله سهله، او انه بيكونون طرف في النهائي، انه نادي مثل الهلال او مثل النصر يعني لقمه سائغه. والحقيقه صار يعني انا اعتقد انه من الطبيعي والطبيعي جدا والمتوقع جدا من بدايه البطوله ان النصر والهلال هم اللي في النهائي. يعني بالعكس الغير طبيعي اللي اعتدنا عليه خلال السنوات الماضيه انه يكون الاتحاد طرف في احدى النهائيات ولا يكون بطل. فالاخوان الاتحاديين يعني انغروا بالموسم الماضي وتوقعوا انه خلاص يعني انه هذا الزمن زمنهم. والحقيقه انا قلتها رغم نصراويتي، يعني الهلال يعني في اضعف حالاته كابوس للاتحاد ولكل الانديه، والنصر كذلك يعني ما زال هو النادي الوحيد اللي يقدر انه ينافس الهلال. ولا يعني صفقات الاتحاد الجديده وانهم بطل الموسم الماضي انه هو يعني يستطيع انه يستمر في هذه المنافسه. انا هذا رايي. طيب ابو غازي، تعليق على كلام الفارس اللي يقول يعني يا جمهور النصر انتم ما استفدتوا من التشبيح لحمد الله، ما استفدتم من تجربه حمد الله، لماذا تكررون نفس الامر مع تاليسكا؟ تعليقك بالذات انك واحد من شبيحه حمد الله. نعم والله شوف، انا ضد هذا الكلام يعني مع احترامي للفارس. يعني ليه بعض النصراويين يحسسك ان النادي عباره عن جدران، يعني جدار وكراسي ومكاتب؟ النادي هو ترى لعيبه ومدربين واداريين. انا لما اشوف لاعب مثل تاليسكا، واحد من افضل اللعيبه في الدوري وافضل اللعيبه في النصر، ولا انصف هذا اللاعب علشان ما حد يقول لي انك مثلا انت شبيح، لا والله بنصفه. والدليل يا ابو ساري عشان اوريك يعني انه هذا الطرح غير صحيح، انت علشان تعوض مهاجم بحجم عبد الرزاق حمد الله اضطريت انك تجيب افضل لاعب في تاريخ البشريه، لانك انت يعني قلت ما ابي اشبح، ابعدت هذا اللاعب لاي سبب كان. فما في اي مهاجم لا محلي ولا اجنبي كان بديل لهذا اللاعب العظيم الا كريستيانو رونالدو. فانا مع اذا كان الثناء على اللعيبه وانصافهم تشبيح، فانا اكبر مشبح لكل لاعب يخدم النصر وسيخدم النصر. تفضل الفارس، اعتقد رد قوي جدا من ابو غازي. حبيبي ابو غازي، انا بقول لك يعني خلال الموسمين الماضيه انا قلتها بدايه المداخله ان تاليسكا ما يختلف عليه اثنين. تاليسكا نجم خارق يخدم منظومه نادي النصر حاليا، لا اشوفه ما يخدم المنظومه نهائيا. تاليسكا الموسم الماضي، انا بس بسالك سؤال واحد بس، الموسم الماضي اترك الموسم اللي قبله، الموسم الماضي ايش سوى تاليسكا مقابل الامتيازات اللي اخذها من نادي النصر؟ وش سوى تاليسكا؟ بس جاوبني. ممتاز. يعني شوف الفارس، اولا اخذها معك نقطه نقطه بعد اذن ابو ساري طبعا. سالفه ما يخدم المنظومه، انا هذه هبه جديده اشوفها من الاشخاص اللي دائما يحبون يحطون صور جوارديولا في يعني في حساباتهم بتويتر او جيرارد، او يعني انا عندي مشكله ترى مع اي واحد. تقريبا 90% من الاشخاص في المساحات الرياضيه اللي حاطين صور جوارديولا انا ما اسمعهم، لانه حقيقه صراحه يعني جوارديولا المفروض يسوي حساب بتويتر وينفي انتمائه الى هؤلاء الاشخاص يعني، او يطالبهم بعدم وضع صورته. فسالفه ما يخدم المنظومه، وين المنظومه في النصر؟ يعني ترى هذا سؤال مهم. الموسم الماضي دربت تقريبا 3 مدربين، وين المنظومه؟ يعني ايش هي المنظومه الموجوده في النصر اللي تبي تاليسكا يخدمها؟ النصر تقريبا
من إقالة فيتوريا بدون أي منهجية فنية وبدون أي منظومة، وما تعرف كريستيانو رونالدو هو راس حربة ولا جناح أيسر ولا جناح أيمن، واللعيبة كلهم يلعبون في أكثر من مركز. فالمنظومة هذه اللي تتحدثون عنها انه تاليسكا ما يخدمها، دلوني عليها وانا اقول لكم تاليسكا كيف يخدمها. ترى مع احترامي الشديد، ترى ما انت الهلال، يعني انت مش اتحاد نونو سانتو، عندك منهجيه وعندك خطه وعندك تشكيل، ما انت هذا الفريق، انت بعيد جدا عن هذا التنظيم. اثنين، تاليسكا عفوا ابو غازي، تحسسني النصر فريق حواري، ايش الكلام هذا؟ انا شوف، النصر نادي عظيم ونادي اللي احبه، لكن على المستوى الفني يا ابو ساري. ايوه اوكي، انت تقول ما عندك، دلوني على المنظومه، ما عندكم منظومة. طبيعي ابو ساري، يعني ولا انت، لا انت هلال ولا عندك نونو سانتو يعطيك منظومه. صحيح. النصر هذا ايش اللي قاعد يسويه النصر قاعد يتعاقد مع مدربين ممتازين علشان يقيلهم ويحط مدرب فئات سنيه. هذا اللي احنا كنا نشوفه في مثلا السنوات الماضيه. احنا يعني انت تتوقع انهم حيشيلوا مدرب حالي برضو؟ المدرب الحالي انا بالنسبه لي مو معجبني والله، بس انه يعني اسال الله له التوفيق. وعلى كل حال انا لا اثق يعني بكاسترو صراحه حتى الان. يعني انت نبره صوتك ما انت مقتنع بالمدرب، انت مو بتقول الله سبحانه، انت كانك تقول نسال الله السلامه. نسال الله. نعم، انا مش مقتنع صراحه بكاسترو، بس انه يعني هو قاعد يحقق مع الفريق الاهم بالنسبه لي. وبصراحه برضو الحكم عليه عشان اكون منطقي يعني لسه بدري. لكن طالب سم. تفضل فارس. ابو غازي حبيب قلبي، انا بسالك ايش مشكلتنا احنا يا جمهور النصر، مع احترامي لك شخصيا واحترامي للجميع، يعني جالسين احنا نقزم من النادي بطريقه غير مباشره. انا الموسم الماضي ما عندي منظومه، الموسم اللي قبل ما عندي منظومه. وش المشكله؟ اتكلم عن المنظومه اللي انا بختلقها نادي النصر. انت اللي تتكلم عنه، مو بانا اللي تكلمتها انا يا الفارس ولا انت يا ابو غازي. المدرب الموجود حاليا الان كاسترو، المؤتمر الاخير واللي قبل الاخير واللي قبله يتكلم عن اجنبي ثالث داخل الملعب. ايش معناها؟ معناه هو اللي بيصدر المنظومه هذه، بيحط 3 لاعبين اجانب وسط الملعب. تاليسكا هو اللي خارج المنظومه نهائيا، بيلعب طرف. تاليسكا مستحيل يلعب طرف. تاليسكا لاعب ثقيل طرف، لاعب مو بسريع، لاعب ممكن مهاري من 1 2. لا، لاعب انت شفت ماني اليوم اختلاف الفرق. اللاعب طرف الحقيقي ماني يوم لعب يمين، وتاليسكا يوم لعب يمين. احنا قاعدين نقزم من نادي النصر نقول منظومه نونو سانتوس. شوف نونو سانتوس، شوفوا الهلال. طيب ايش المشكله انا ما ابني بنايه حقيقيه من الموسم هذا لمده 4 مواسم قادمه؟ يا اخي املك خط وسط الملعب. يا اخي اي فريق، يا اخي وش خلى الهلال يا اخي اخر 5 سنوات ولا اخر 6 سنوات يسيطر على جميع البطولات؟ خلينا نتكلم يا الفارس نفس خلينا نكمل دقيقه ابو غازي، دقيقه حبيب قلبي. خلينا نتكلم بواقع ومنطق. انا اراهن على كلامي اللي قاعد اقوله الان. وش خلى الهلال اخر 5 مواسم او 6 مواسم يسيطر على جميع البطولات؟ لا شوف، لا تقول لي هيبه الهلال وعظمه الهلال والهلال. لا 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 لا. الهلال يملك خط وسط ناري خلال 4 سنوات الماضيه. لان منافسينه مثل النصر يا الفارس. غير صحيح. لا غير صحيح. الحماد لا تقاطع لي، تكفى يا حماد، الله يعطيك العافيه. الله يجزاك خير. اتكلم انه خلال 5 سنوات سيطر على جميع البطولات. ليش؟ يملك وسط ناري. لا تقول لي يملك أظهرة خارقة ويملك حارس عظيم ويملك خط هجوم غير طبيعي. لا، يملك وسط عظيم جدا، وسط سيطر على جميع البطولات. وش المشكلة في النصر؟ ما نسوي المنظومة هذه خلال الموسم هذا؟ أكبر دليل شوف ليش نمثل في الهلال. خلينا نكون صادقين. والله العظيم، والله وربي يشفع كلامي، اذا كنا احنا صالحين مع بعض وصادقين مع بعض مع انفسنا راح نوصل للمبتغى اللي نبغى نوصل له. السنه هذه الهلال وش جاب وسط الملعب؟ جاب 2 اجانب يلعب كنو. ليش يلعب كنو؟ شوف شلون يعني لعب 3 محاور، ترى 3 محاور بالاسم بس كخصائص تختلف. ليش انا في النصر لا لازم تاليسكا يكون داخل الملعب؟ تاليسكا انا اقول لك مكانه ليس في النصر. انت شو اسمه تكلم يا ابو غازي عن المنظومه والمنظومه. نعم المنظومه هي اللي تخلق البطولات. لا تقزمون من نادي النصر، تكفون طيب رجاء لا تقزمون من النصر. الفارس انا والله يعني اعتذر منك ومضطر اني انا اغادر، لكن انا بقول لك كلمه. انت لسه بتسوي منظومه، يعني انا ترى احاججك من كلامك وانا اخوك لما تقول انك انت لسه بتسوي منظومه.
لا تقول لي تاليسكا ما يخدم المنظومه، انت لسه تبي تسوي منظومه، والمنظومه هذه انت ما تدري هل هو تاليسكا بيخدمها ولا لا. انا بالنسبه لي كنصراوي تاليسكا افضل من كريستيانو رونالدو واهم من كريستيانو رونالدو هذا الموسم بيكون وفي الموسم الماضي. هذا رايي، مو اقل من كريستيانو. كريستيانو لاعب عظيم ولا يمكن، لكن على ارض الملعب وعلى الاهداف وعلى الواقع وعلى التحركات انا اقول لك بالنسبه لي انا تاليسكا مو بس يخدم المنظومه، تاليسكا هو المنظومه في نادي النصر. وبدون تاليسكا انت حتى المركز الثاني بالدوري السنه الماضيه ما تجيبه. يعطيكم العافيه. شكرا ابو غازي، يا ريت تبقى معنا اذا ممكن، لان نبغى نسمع راي ناصر. حياك الله ناصر، من زمان عنك. يا هلا والله ابو ساري، شلونك؟ صوتك بعيد يا ابو ساري. اولا مبروك، الف مبروك، تاهل للنهائي. الله يبارك فيك يا حبيبي. انت مع الفارس اللي يقول اخرجوا تاليسكا من نادي النصر، ولا مع ابو غازي اللي يقول تاليسكا اهم من كريستيانو وهو المنظومه؟ تفضل. لا ابو ساري، انا والله الفارس مع حق وابو غازي مع حق. انا اقول لك النصر يحتاج لاعب وسط، بس بدون ما استغني عن تاليسكا. الان النصر يحتاج لاعب وسط بخصائص انه يتبادل ادوار مع تاليسكا، يعني يكون يجيد اللعب في الطرف ويجيد ايضا لعب في الوسط والزياده العدديه. اليوم نشوف النصر يلعب 3 محاور او ارتكاز الخيبري ويعطي الحريه لبروزوفيتش وفوفانا. شفنا شكل النصر كيف. انا اتمنى ان بروزوفيتش يرجع 6 ويلعب مع فوفانا الحسن ولا الصليهم. الحسن اكثر جوده يعني، ف بيتغير شكل النصر. مباراة النصر او المباراة القادمة بتختلف عن مباريات النصر اللي راحت كلها. مباريات تلعب مع الهلال يملك وسط قوي جدا بوجود سافيتش اللي يعني لاعب خارق صراحة، لاعب يتميز بخصائص كثيرة: البناء، التخليص، الصناعة، كل تغيير اللعب، تسريع الرتم، تهدئة الرتم. لاعب يتميز بخصائص كبيرة سافيتش صراحة، لاعب خارق، وأنا أشوف أنه أفضل محترف في الوسط لحد الآن. لكن النصر يقدر يفوز على الهلال بالأطراف. أطراف النصر قوية جدا، وخاصة بوجود ماني وتاليسكا بيحرج أظهرة الهلال اللي نشوف ضعف واضح، نزول مستوى في مستوى سعود. وأيضا ياسر الشهراني ما استعاد عافيته إلى الآن من الإصابة. وإن شاء الله إن كاسترو يجد التوليفة الجيدة للمباراة. لكن بالنسبة لتاليسكا، تاليسكا لاعب ممكن في لحظة واحدة في المباراة يصنع لك فرق. أنا ما أجيكم. بعد إنك أبو ساري، أبو بتال حبيبي. هلا الفارس. لو جاك الآن الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي كذا يعني خويك يعني ممتاز، وقال لك شوف لويس البرتو موافق، حلو، بس إيش رأيك نطلع تاليسكا ونجيب لاعب طرف يمين؟ تطلع تاليسكا ولا تستغنى عن لويس البرتو؟ الفارس، أنا كنصراوي مصلحة النصر تهمني أكثر من أي لاعب. إيه وش جوابك بيكون؟ أنا إذا في لويس البرتو يعني لاعب عظيم صراحة، لو يجي بيكمل مع بروزوفيتش وفوفانا بيصير وسط النصر لا يقهر. لكن يبي لك طرف برضو ممتاز. ممتاز بتجيب لاعب طرف تستغنى عن تاليسكا، كذا افضل صحيح؟ ممكن انا العب تاليسكا طرف، لان تاليسكا ممكن يؤدي الطرف في وجود لعيبه عندها ادوار دفاعيه زي لويس البرتو. شفت اليوم اخر ربع ساعه ماني سوى يمين؟ ماني فنان. طيب ليش تاليسكا ما سواها ب 70 دقيقه؟ يا حبيبي، تاليسكا ترى المدرب طالب منها اليوم ادوار دفاعيه، شوفوا وين يرجع. طيب تاليسكا حتى لو طلبت منه ادوار هجوميه في تقدم بروزوفيتش وفوفانا انت لازم تطلب من اطرافك يرجعون. شوف ماني وين يرجع اليوم تاليسكا في كرات مقطوعه كثير من جهه اليمين، لاعب مو بسريع. طيب يعني دقيقه، الطرف وش مميزات الطرف؟ لازم يكون سريع، لاعب سريع مهاري. الفارس ياخذها واحد. مباريات النصر كلها كانت لاعب قدام فرق متكتله، صح؟ ممتاز. يعني انا اشوف انه انه ما نحكم على تاليسكا الين نلعب زي فريق مع الهلال يهاجمك يفتح اللعب قدامك. ممكن تحكم على تاليسكا زي الشباب ما لعب تاليسكا معهم، كان مرهقين وما لعب الا في اخر الوقت. ما تقدر تحكم انت الان على. طيب ناصر تعتقد ان الانديه في غالبيتها
بتهاجم النصر ولا بتلعب دفاع؟ لا النصر ما راح يلعب معه لعب مفتوح، يمكن الا فريقين او ثلاث. طيب على معناه العناصر هذه. تاليسكا ما يصلح الا المباريتين على كلامك طبعا. لا شوف ابو ساري، انا ما اقدر احكم والعناصر ما اكتملت لحد الان في نادي النصر. اتركنا من تكامل العناصر. تاليسكا، اسلوب تاليسكا، انت تقول تاليسكا لا يمكن يعطيك الا مع فريق يهاجمك، الفريق المتكتل تاليسكا ما راح يقدم شيء. وسالتك عن كم عدد الانديه اللي تتوقع انها تهاجم النصر، قلت ما في الا فريقين، ما ادري من تكسب لا الفريقين. فريقين او ثلاثه هو يعني. الهلال واحد منهم. هلال ممكن، هلال اهلي شباب. الاتحاد طريقه نونو سانتو، مع نونو سانتو بالذات لما يقابل النصر يلعب على طول، يلعب على التكفيل التحولات. وعلى هذا اللي المرتدات، انا يعني نفس انا النظام. اقصد الشباب الاهلي الاتحاد شو اسمه الهلال. يعني كانك انا فهمت من كلامك طبعا، مو شرط، انا كانك تقول يبقى تاليسكا ليلعب 6 مباريات في الموسم. لا ما هو بشرط. 2 قدام الهلال، 2 قدام الشباب، 2 قدام الاهلي، والباقي ابو يريح. ساري، انا متحكم على تاليسكا انه ما يخدم النصر نهائيا. اذا جبت له لاعب مثلا، لاعب في الوسط الان اللي هو ناقص النصر الان بادوار دفاعيه وغير كذا، يقدر يتبادل معه، يروح طرف وهو ينزل. طيب ناصر مركز تاليسكا اللي يرتاح له، اللي يسمونه منطقه راحته، افضل مركز لتاليسكا وشو؟ 9.5. حلو، 9.5. اذا انت بتجيب لاعب غيره وبتوديه طرف. لا بجيب لاعب ليش توديه طرف؟ معناته انك ما انت محتاجه في مركز. ابو ساري حبيب قلبي، زي خصائص اوتافيو مثلا، لاعب زي خصائص اوتافيو ممكن اجيبه يكمل يصير لاعب وسط ويتبادل الادوار مع تاليسكا، يقدر عنده استطاعه انه يلعب طرف. اي لاحظ انك انت كل هالتركيبه وتبادل الادوار عشان تاليسكا ما يروح. تعليقك يا الفارس. شوف، مع احترامي لبعض الجمهور النصراوي، يعني الفارس تحس كلام ناصر عاطفي، يعني كأنه مو مقتنع باستمرار تاليسكا، بس ما يطاوع قلبه يروح. مو الحالة ناصر، اغلب الجمهور النصراوي مو هم مقتنع في تاليسكا سواء في وسط الملعب فما بالك في لاعب الطرف. طيب وش المشكلة انا ما استغني عن تاليسكا وش سوالي يعني؟ وش المشكلة ما استغني عنه؟ ليش؟ وش المشكلة ما اجيب لي لاعب طرف يمين واجيب لي ناس لعيبة من خصائص لويس البرتو، خصائص سافيتش، يكملون المنظومه وسط الملعب. شوفي كيف بيكون شكل الوسط اليوم. ماني 10 دقائق فضح تاليسكا بشكل غير طبيعي، ب70 دقيقه تاليسكا ما سوى شيء. احنا مشكلتنا فينا عاطفه. اوكي نحب تاليسكا، اتكلم نحب كجمهور نصر، اتكلم انا كالفارس لا والله ما احبه، لان انا ما سوى لي شيء ولا خدمني ولا فرحني. انا اتكلم عن نفسي. انا تحبون تاليسكا، وش المقابل تاليسكا سوى؟ ما فرحك لما قال ها انا نصراوي ظهر الهلاليين؟ والله شوف ابو ساري، انا بقول لك شيء. تاليسكا يعني اتكلم انا وقارنته في روما رومارينهو ايش كان مع الاتحاد، وتاليسكا ايش كان مع الاتحاد مع النصر. روما شلع بالاتحاد وتاليسكا ما قدر يسوي شيء الموسم الماضي. انتهينا من الموسم الماضي. اليوم الان جاك مدرب وانا اعتبره يا اخي، شوف انا حسيت بكاسترو انه مدرب بيقود نادي النصر لبر الامان. ليش؟ مجرد ان يجيك مدرب يقول انا نحتاج لاعب وسط اجنبي، خلاص تاليسكا ما يبي له 1-2. تاليسكا يا انه طرف ولا في حال الاصابه بحتاجه. يعني الدعوه فيه انه يعني في حال الاصابه طيب استغني عنه، والان تاليسكا مطلوب من انديه كبيره، استغني عنه واجيب لي لاعب طرف واكمل المنظومه وانتهينا. صلى الله وسلم وبارك. اتركوا العاطفه، والله اتركوا العاطفه. تاليسكا هداف بس ليس لاعب حاسم. الفلوس موجوده الان، الفلوس موجوده. ارجع واقول تاليسكا هداف بس ليس لاعب حاسم. هذا وجهه نظري. بس لاحظ انت بتجيب لاعب طرف وبتجيب لاعب وسط. اذا انت صار عندك الان كم؟ 6 والظهير وقلب. انت كذا قصدك كذا التوليفه تصير؟ التوليفه وشو؟ سنتر قائد. ايه انت قصدك 3 قدام، يعني ماني وكريستيانو والجناح اللي انت تقول بيجي، ولاعب وسط ثالث مع فوفانا وبروزوفيتش، وظهير يسار اليكس، ومدافع لازم يجي بس ومعاهم مين؟ ومعاهم نواف وسلطان الغنام وواحد من القلوب. بالله ايش رايك يا ناصر؟ بالله ايش رايك يا ناصر؟ والله تبي الصراحه
فريق جبار صراحه. الفارس انا شوف ماني ضد والله وجهه نظرك، بس انا ليش احكم قبل ما اكمل؟ يعني انا مثل اللي يقول على قولة البدو اللي يقول يكسر ركابه وارنب رابه. انت اللي عندك وش تبيه؟ انت كمل اللي ما جبته، بعدين فكر انك تغير اللي عندك. انت الان لا تحكم لين تشوف بعد اكتمال الفريق بوجود لاعب وسط عنده خصائص انه يلعب طرف ولاعب متحرك ويتبادل ادوار مع تاليسكا. يعني قصدك ناصر جيب لاعب وسط ثالث ايه وسنتر وجرب شوف التركيبه تنفع مع تاليسكا يا ولا ما سلام. تنفع. اذا ما نفعت شيل تاليسكا وغير وجيب طرف. بالشتويه. لا غير لا ما بالشتويه. في الشتويه، انت معك وقت وتاليسكا مطلوب من انديه كثيره سواء داخل ولا خارج المملكه. انا معك بهذه، ممكن معك يعني اول مباراتين اول 3 مباريات حكم على اللاعب، بعد اذا كان في نيه خلاص عقبه تتوكل على الله. هذه انا معك، اما اني اعتمد عليه اعتماد كلي لا. انا قصدي لا تستعجل، او نظره المدرب الفنيه الان بعد اكتمال الفريق هو اللي بيحدد وش اللي يبغى، هل يستمر تاليسكا ولا يمشي تاليسكا. ما راح محمد السبيعي ابو سعد له وجهه نظر في تغريده ان اي احد يطالب بابعاد تاليسكا ما يفهم كوره. والله تاليسكا لاعب فنان يا ابو سعد صراحه. انت تتفق مع ابو سعد انا بالنسبه لي يطالب بابعاد تاليسكا ما يفهم؟ انا بالنسبه لي ابو ساري انا ما ابغى تاليسكا يروح صراحه، لكن اذا رحت تخدم منظومه النصر ويكون في افضل ويطلع شكل النصر افضل ما عندي مشكله. انا اهم شيء عندي النصر ما هو باللاعب. بس ما انك ما ابغى تدري استعجل. هل خروجه من صالح النصر ام لا. لين اكمل ادواتي بعدين اقرر. طيب خلينا نسمع جمال. حياك الله يا جمال. بعد اذنك ابو ساري السلام عليكم. بكره والله تشرفت. معليش اسمع كلام جمال، لان جمال كان يسوي ديسلايك وهو يسمع بعض الكلام، فانا اتوقع عنده راي مخالف لك. طيب. اخوي دباس اصبح عليكم بالخير جميعا. بخصوص موضوع المنظومه الفنيه في نادي النصر، انا اشوف انه بالمقارنه مثلا بتاليسكا من حيث انه قدم للنصر او ما قدم، ما يصير احنا نجلد في اللاعب بحيث انه نقول مخالف للمنظومه بحيث انه ما قدم ولا شيء، يعني ننسف جهده كله. الموسم الماضي بالمقارنه مع رومارينهو، تاليسكا من ناحيه الصناعه والتسجيل افضل احصائيه من رومارينهو. بخصوص الراي اللي يقول انا والله ممكن اجيب لاعب في منتصف الملعب، انا اشوف احتياجاتي في البدايه الان في منتصف الملعب لاعب مكمل لبروزوفيتش وفوفانا، بالاضافه الى تاليسكا في الطرف اليمين، لحد ما اشوف المنظومه كيف تعمل. ممكن تكون بالطريقه اللي يتمناه مثلا مدرب الفريق. والدليل انه المباراتين الاخيره اللي لعب فيها تاليسكا على الطرف اليمين ادى دور مميز، حتى من ناحيه مسانده الظهير سلطان الغنام ادى دور مميز في المباراتين الاخيره. صحيح انه خصائص تاليسكا وامكانيات تاليسكا ما هي دفاعيه وما عنده القدره على الافتكاك بشكل مستمر ومسانده الدفاع، ولكن بالشكل اللي ظهر فيه مباراه الرجاء ومباراه اليوم انا اعتقد انه يحتاج تاليسكا مزيد من الثقه على الطرف اليمين لحد ما يشوف كاسرو المنظومه. الكلام اللي ذكره اخوي ابو غازي والله صراحه اهني عليه، انه بالعكس يعني بخصوص موضوع تاليسكا تحديدا، انا اشوف انه نجم من نجوم النصر. انك تفرط في المكتسبات اللي عندك، انت ما تضمن اللاعب اللي يكون موجود مكان تاليسكا هل يؤدي نفس الادوار او افضل من تاليسكا مثلا على الطرف. وزي ما نعرف انه التعاقدات ما هي متاحه بشكل كبير، ممكن ما تاخذ موافقه لاعب او تتعثر المفاوضات. فانا اشوف الصبر على تاليسكا في موضوع الطرف الايمن كمركز جديد وتوليفه جديده صنعها المدرب في المباراتين الاخيره، انا اشوف انه اسلم طريق للنصر. جمال انت قاعد تقول الصبر، انا اطالب بالصبر على الصبر. انا يعني هل اصبح تاليسكا مشكلات تحتاج الصبر؟ لا انا اتكلم انه اغلب جماهير النصر شانين الحمله على موضوع تاليسكا، وكانه يعني اوهموا باقي الجماهير الرياضيه السعوديه، اوهموا انه النصر يعني تاليسكا في النصر أسوأ لاعب. اوهموا الجماهير النصراويه انه تاليسكا لابد انه يطلع من النصر حالا بانا. فالموضوع ما هو كذا، الموضوع انك انت تحافظ على المكتسبات اللي عندك لحد ما تشوف هل تاليسكا
قادر انه يستمر بهذه المستويات، بهذه الاستمراريه في الطرف اليمين، وقادر انه تكون في منظومه معينه يحافظ عليها المدرب خلال 3 إلى 4 مباريات، ممكن يتصاعد الريتم. خصوصا اخوي دباس انه النصر الان طالع من معسكر وجاي على البطوله العربيه، وزي ما تعرف انه ما بين كل مباراه ومباراه استشفاء، فالموضوع ما هو فني بحت، الموضوع فيه جهد بدني، فيه جهد لياقي، فيه حضور ذهني، دخول في خضم بالمنافسات. فانا اعتقد انه الصبر، يعني جلب الاولويات اولا، سنتر بالاضافه الى لاعب محور ثالث مكمل، هي النواقص اللي صراحه تهم الجمهور النصراوي حاليا. موضوع تاليسكا انا اشوف انه لو يتاجل فيما بعد افضل. تفضل الفارس. جمال يقول نؤجل موضوع تاليسكا. انت لاحظت يا ابو ساري، يعني جمال وابو بتال قبل شوي، على اني اتوافق مع ابو بتال، كل كلامهم وشو خلنا نصبر. ايش معناه خلنا نصبر؟ انهم ما عندهم القناعه الكامله في مكان تاليسكا اللي بيكون طرف يمين. قبل شوي يقول اخوي جمال لو شفت مقارنه بين روما العام وتاليسكا العام، احصائيات تاليسكا افضل. انا ما علي من الاحصائيات كامله، شوف مباراه روما مع الاتحاد ومع النصر، شوف مباراه تاليسكا مع الهلال والاتحاد، هذا تهمني وهذا المهم، وهذا اللي تبان اللاعب الحاسم واللاعب الكبير. غيرها 4 أهداف وسوبر هاتريك على ضمك وعلى اب، هذه ما تهمني نهائيا. انا ابغى لي لاعب يحسم لي بطوله، يحسم لي 3 نقاط مهمه قدام الهلال قدام الاتحاد. ليش قدام الهلال وقدام الاتحاد؟ لانهم هم الفريقين اخر 3 سنوات هم المنافسين الحقيقيين على بطوله الدوري. هذا اللاعب النجم هو اللي يبقى هنا. ليش اقول لك تاليسكا لازم يمشي السنه دي؟ مو بان اللي اقوله، مدرب الفريق كاسترو، بس انه يقولها على طريق باستحياء. كاسترو ودي يقول استغنوا عنه، بس باستحياء قال خلني العبه طرف، انه معشوق الجماهير. للاسف صار معشوق الجماهير، هو ما حسم ولا بطوله النصر. تحياتي لك ابو ساري، واعتذر منك الاطاله. شكرا الفارس، يعطيك العافيه. محمد العلياني تفضل. هلا والله ابو ساري، السلام عليكم. هلا بك، تفضل. انت مع استمرار تاليسكا او استبعاده؟ اول شيء ابو ساري انا احب اوجه رساله للجمهور النصراوي. الجمهور النصراوي واعي صراحه، لكن رزقنا يمكن 18، يمكن انا حاسبهم 18 او 17 ملقوف فنيا، وللاسف هم اللي ماخذين المشهد في المساحات وتويتر، وكانهم وصيين على الجمهور النصراوي. غير هذا، شيل هذا، اعجن هذا، حط هم هذا. متخصصين فنيا؟ لا ولا متخصصين يا ابو مغردين عاديين يعني. مغرد عادي، حتى لو انك اعلامي انت ما تتكلم في الفني، انت ما احنا ترى مغرد عادي، ترى تشمل اعلامي يعني. ما احنا زي مثلا مثلي، انا ماني متخصص فنيا، يعني مغردين مثلي غير متخصصين فنيا. مغردين مثلك يا ابو ساري، وبرضو كتاب، وممكن يطلع اعلامي ويتكلم برضو ويجيش انكم شيلوا هذا وحطوا هذا. طيب احنا ليش جايبين جهاز فني؟ وليش جايبين احنا ناس اداره وناس عشان انت تجي تنظر في مدير رياضي اجنبي؟ لا خليني جايبين ناس متخصصين، وتجي مع احترامي الشديد مثلا الفارس اللي كانه وصي علينا، شيلوا هذا، حطوا هذا، رجع هذا، شيل. محمد انت حاسبهم 18 تحديدا ولا رميت رقم كذا؟ رميت رقم صراحه، بس يعني كذا مجازيا. من ابرزهم؟ من ابرزهم؟ الملاقيف اللي موجودين قدامك، اول ما تفتح المساحات تلقاهم هذول الملاقيف. شيلوا هذا، حطوا هذا. يعني اي واحد يقول شيلوا تاليسكا ملقوف. لا مو بكذا، حتى لا تقولون شيلوا مادو. تعرف مادو اللي كان سيء السنه الماضيه؟ شوفوا كيف مقدم السنه هذه. ايش اختلف عن مادو؟ السنه الماضيه سيء ونعيره، والحين كويس وبنخليه وبنشيل العمري. ترى هذا ما ادري، السبب. انا احس انك محمد كانك تقصد ايمن العمري. لا انا اقصد الملاقيف. ايمن واحد من الملاقيف، مع اني احب ابو حلال المعلوميه، ابو خالد. اي هو صديقي ايمن، بس انت ترى انه واحد من ملاقيف النصر. نعم، بكل ثقه وعزه طبعا، واقدره ولا ياخذ في خاطره، اكيد ما راح ياخذ في خاطره. لكن لا عادي، حتى بحطها عنوان الان. ايه احد الملاقيف، نعم هو احد الملاقيف. في كثيرين للاسف مساحات النصراويه اغلبها ملاقيف للاسف. انا كنت احد الملقوفين يوم من الايام، لكن لما شفت الموضوع خلاص تغير. خلاص يا جماعه، احنا يعني انت اخذت درس، يعني كلام شيلوا فلان، حطوا فلان، شيلوا المدرب، رجعوا مدرب، سنوات ضاع فيها تاريخ النصر. شيلوا حط.
بالضبط. وش اللي خلى الهلال استمراريه؟ لانه يا اخي مستمرين على تشكيل اكثر من 10 سنوات، يغير لك واحد اثنين. احنا ملاقيف، اتكلم عن مو بالنصراويين، لا، الملاقيف اللي يعني اعطوا صوت. اللي مسيطرين او متصدرين إيه، المشهد في المساحات النصراويه. نعم، وبطلعك معي في المساحه، واذا ما قلت نفس كلامي ترى ما بطلعك مره ثانيه. يا عرفت رجل الكلام كذا هذا؟ يقولوا لكم؟ يعني فهمها يا ابو ساري زي كذا. فيما معناه اذا يعني ما تطلع اذا انت تخالفهم في الراي ينزلونك. شوف يا ابو ساري، انا اتابعك من زمان، انت تعطي هذا وهذا انه يتكلم صح. يعني مساحتك انا اعتبرها، شوفني انا سنه من السنوات ترى كنت ضدك بشراسه، وارد عليك بردود يمكن ما تليق بك للاسف، عرفت؟ لكن انا عرفت مسموع، الله يبيعك ويحللك. ساري، اكلمك والله جد، يوم من الايام انا كنت ما اتصورك في الحياه والله. لكن المساحات، شوف يا ابو ساري، المساحات هذه كانت مفيده لك انت شخصيا ابو ساري. طلعتنا شخصية دباس الدوسري الحقيقية الإعلامية الصادقة. أنا أعلمك والله من جد يا أبو ساري. قبل كنت تطلع في قنوات تقول رأيك الهلالي اللي أنت ما تحب أنك تطلع فيه، أو الكوكبي، لكن كنا ضدك. الناس العقلاء من اللي مو بهلاليين كنا ضدك. لا لكن كل العقلاء معي. لا، الحين العقلاء كلهم معك. ليش؟ لانك تعطي هنا وتعطي هنا. لا لكن احنا انا من زمان اعطي هنا واعطي هنا، بس انتم تلاقيه ما كنتوا ما تنظرون للجانب الايجابي فيني، ولا انا ترى ما تغير زي ما انا. لا غيرت، يمكن احنا ما اللي فهمنا. تغير في المساحات اني هنا مضيف اعطي المساحه للكل، هناك انا ضيف اقول رايي فقط. رايك اللي هو ايش؟ يعني اللي يمكن هو الان لو اقول لك ارائي تزعل مني، تقول اوه اترك زي ما انت ما تغيرت. صح، ممكن. اي انا فالراي غير. يعني انت مثلا ممكن تزعل مني الحين لو تقول لي من هو زعيم الانديه السعوديه اقول لك الهلال، من هو كبير الانديه السعوديه اقول لك الهلال، وجهة من هو نظر افضل احترم. نادي اقول لك الهلال. يمكن تزعل مني، وجهة نظر. لا بالعكس، انا وهذه اذا قناعاتي انا ما تغيرت، انا زي ما انا ترى كقناعات انا كما انا. لا بس اللي احيانا تحل من تحتك في البرامج، عرفت؟ تعطي كذا اشياء ترفع الضغط، عرفت؟ اللي يبلغ المشاعر النصراويه المسكينه هذه، حتى عرفت؟ الهلاليين ما قصر معهم. اي لا ما مو بكثير، بس عرفت؟ الهلاليين مشكلتهم طقطق عليهم بكره ياخذون بطوله تتفشل، عشان كذا تقول يا ولد خلني ساكت، لا لين يقعدون صح لهم سنه سنتين بدون بطولات. صح، هذه مشكله اي لو الهلاليين يقعدون سنه طلعهم سنه بدون بطوله، صدق لهم الصيف كله طقطقه. ولا ابو سامي، مشغلونا اذا ولا اقل الاحوال ياخذون كاس. هو فعلا الهلال يعني ما شاء الله. اي لكن نادي مثلا يجلس 4 سنوات 5 سنوات ماني عارف ايش 10 سنوات ما اخذ الدوري، فرصه هنا تفرد نفسك، تفرد عضلاتك. هو شوف بس برضو عشان نكون في الصورة، في أشياء تساعد الهلال غير شخصية الهلال نفسها. يعني لو كانت هذه العوامل مع الكوكب، قصدك التحكيم واللجان؟ مو شرط، أشياء كثيرة تساعد الهلال. أوكي، لو كانت مع الكوكب والله أشوف الكوكب الآن من الأهلاوية الكبرى والله. ما انت عطنا يعني بس اللي قد انت عطنا قيمه كريستيانو وما نبغى غيره شيء. قيمة كريستيانو ترى لاعب، أنا أشوفه لاعب عادي صراحة، كل لا انا أمانة. يعني اتكلم عن حتى قيمته الماليه يعني، عن المالية، لكن هي ولا عطني مجموع قيمه سافيتش ونفس وكوليبالي مع بعضهم الثلاثه، عطني قيمتهم بس. خط الدفاع في الهلال لو جاء الكوكب راح آسيا، نكون صريحين يعني. صح ولا لا أبو ساري؟ من هو؟ خط الدفاع الهلال، خط الدفاع، كوليبالي، خط الدفاع كامل خط لو جاء الدفاع كامل. لا ما اظن اصلا كلهم لو يجون عندنا ما ندخلهم التمرين. لا مع الركزه ولا بدون الركزه يا ابو سعد؟ القيمة يا ابو ساري، القيمة نفسها حالته هي قيمه ماليه بس، اوكي، لكن كلاعيبه كعناصر صدقني ما ندخلهم التمرين. لا ما يسوون شيء، ما طيب محمد خلنا نسمع فيصل. معليش ياسر، الحين النقاش نصراوي حول تاليسكا، طبعا هو مو كان محور عندنا بس افتحوه. فيصل، تاليسكا انت مع استمراره ولا مع رحيله ولا مع عدم مناقشه هالقضيه اصلا؟
هلا والله ابو ساري، اصلا استغرب والله. اول شيء مساكم الله بالخير جميعا، انت يا جميع هلا. كل الموجودين بالمساحه. اصلا والله اني استغرب حتى طرح موضوع تاليسكا من قبل النصراويين وانا عندي نهائي بعد يومين. تاليسكا قيمه كبيره يا ابو ساري، العام كان افضل لاعب وكان هداف الفريق، وقبل العام كذلك. العام كنا احنا نقول ما عندنا الا تاليسكا، والسنه هذه نقول احنا اضعف لاعب عندنا تاليسكا. اصلا انا عندي نهائي بعد بكره، المفروض ان الموضوع هذا يتقفل نهائي، لان ما تدري ممكن تاليسكا هو اللي حسم لي النهائي يا ابو ساري، صح ولا لا؟ يعني استغرب من اخوان النصراويين مجرد التفكير والله يا تاليسكا اذا فرط فيها النصر الا بحاله واحده، ان يجيب لاعب قيمه مثلا دي بروين او تاليسكا نجم كبير حتى لو انخفض مستواها. تاليسكا قيمه كبيره، تاليسكا يا ما فرحنا، يا ما شال النصر على ظهره الحاله. تاليسكا لاعب انا اعتبره من الطراز النادر. فمجرد فتح الموضوع هذا انا والله العظيم اني استغرب من قبل بعض اخوان جماهير النصر. لا والله مع استمراره وبقوه وتاليسكا راح يرجع، ومع وجود الطرف ان شاء الله اليمين اللي بادلها الادوار باذن الله مع بصناعه اللعب، راح تشوفون تاليسكا مختلف. ابو ساري انا اذا سمحت لي بس بعلق على موضوع تاهل الهلال اذا سمحت لي. طبعا الاخوان بنادي الهلال هم مثلا يتغنون ان الهلال فريق بطل، احنا ما نختلف، الهلال ترى فريق بطل لكن عنده عوامل والله مساعدة كثيرة. يعني شفنا احنا التحكيم زف الهلال من دور الثمانية امام الاتحاد وهدف السافيتش اللي يوم دفع لاعب الاتحاد، واليوم شفنا ضربة الجزاء كوليبالي مع لاعب الشباب اللي كانت ممكن تقلب المباراة رأسا على عقب. انا اعتقد بالنسبه لي انا واصل قناعه تامه ان اللي بياخذ بطوله عندنا هنا عليه ان يهزم خصمين، الهلال والحكم. يعني الهلال عنده قوة خارج الملعب عجيبة ما شفت مثلها. يعني كل ما طاح الهلال انتش له التحكيم، كل ما طاح الهلال يعني ينتشر التحكيم متعمدا، يعني التحكيم ما يتعمد. ابو ثاري شوف من 40 سنة والهلال والتحكيم لا مو متعمد، لا والله ما نتهم بالتعمد، ما ادري هو حظ الهلال يا ابو ساري، ما يمكن ادري ليش، حظ، يعني انتبه لا او خوف تتهمهم. او خوف التحكيم او خوف الحكام من سطوة الاعلام الازرق، ماني عارف. يعني احنا شفنا الحين ترى ان الاعلام الازرق لا زال له سطوه. طبعا الاعلام الهلالي ما حد ينكر تاثيره، لكن صحيح في السنوات الاخيره بعد السوشيال ميديا بدا الاعلام النصراوي يوازيه. اول ما في ترى يا ابو ساري للنصر اي شيء، ما عندنا الا الاستاذ محمد الدويش يكتب بالملاعب، كنا نشتري ملاعب علشانه، ولا اي بس يكتب عكاظ. ترى كان فيها الامير عبد الرحمن سعود الله يغفر له يرحمه تصريح منه عن ملاحق. الله يرحمه ابو خالد هين، هذا حاله استثنائيه اي ما عشان كذا ما انا اقول لك النصر كان إيه. عنده قوه اعلاميه متمثله في شخصيه رمز واحد، طيب رمز من رموز الكره اي طيب العربيه والاسيويه. انا ما اعتبره رمز طيب نصراوي هل فقط. الرامز الله يرحمه راح مثلا يكفي هو الحاله، يبي يواجه البرامج الرياضيه، يبي يواجه الصحف كلها، يبي يواجه يعني حاجات كثيره يا ابو ساري. الرمز يعني عندي فريق كذلك كان يهتم فيه، كان ممكن ترى ما يصرح الله يرحمه الا بعد مثلا المباراه، مو فاضي مثلا يوميا يصرح. كانوا يجلدون بالنصر طيب الجزيره يا فيصل خلينا نسمع راي الاخ سطام. تفضل سطام تفضل. يقول فيصل ان فريقك تاهل للنهائي باخطاء تحكيم، وان خلال 40 سنه ماضيه التحكيم كل ما تعثر الهلال يحمله الحكام. تعليقك. مساء الخير. طبعا في الهلال والنصر نبذه تاريخيه في البطوله العربيه، تقابلوا 3 مرات، فاز الهلال مرتين وتعادلوا مره اللي بطوله النخبه، ومع ذلك حقق الهلال البطوله. في بطوله في الرياض كان النصر المستضيف ولعب الهلال مع الترجي النهائي. النهائي الاخر استضاف الهلال البطوله، لعب النصر والهلال على نهائي كاس العرب. اللي حكم اللقاء الحكم المغربي الله يرحمه سعيد بلقوله، كان قبلها محكم نهائي كاس العالم بين فرنسا والبرازيل. بعد المباراة وجد إعجاب من البرازيليين والفرنسيين، ولم يعجب النصراويين بعد كاس العرب. لذلك لا تستغرب النصراويين، يعني جميل لو فاز المباراة الجاية من الآن احسب حسابك النصر فيفوز الهلال بجدارة، بيقول التحكيم. النصر طول تاريخه ما يعرف نقطة الضعف، كل ما فاز عليه الهلال في نهائي فاز عليه الهلال محليا قالوا الحكم المحلي، طلبنا حكام أجانب فاز الهلال بعدد مضاعف بالحكم الأجنبي. تقابل الهلال مع النصر بطولة عربية بحكام أجانب فاز الهلال. تقابل الهلال في آسيا مع النصر بحكام أجانب فاز الهلال. يعني هل الحكام عربي محليا
واسيويا وعربيا. يعني مش بيعجب النصر نجيب لو يحق. انا اقول ابو ساري لو سمحت لي بس اخر نقطه بس. النصر لو تخليه يختاروا الحكم يحكم الاستاذ علي كميخ ولا يحكم اي لاعب نفس هذا اللي يتكلم الان، لو يحكم المباراه هي والنصر ويفوز الهلال قالوا الحكم فوز الهلال. لا الحكم ما له دخل يا سلطان، الحكم ما له دخل. شوف لي اللجنه نفسها، لجنه خذها ابو ساري هو ضرب مثال، هو اصلا من حاله ضرب مثال بالتحكيم موضوع اللي هو يقول نهائي بالقوله. انا اللي فاز علي بالنهائي ذاك مو الهلال، اللي فاز علي بالقوله. ما يعني ان حكم نهائي كاس العالم يعني خلاص. احنا شفنا الحكم البولندي حكم نهائي كاس العالم وقبلها عامل مجزره عندي بنهائي كاس الملك اللي قبل 3 سنوات اللي هو ايام كورونا اللي بين النصر والهلال، عامل مجزره تحكيميه سلبوا منه الكاس. يعني الهلال مو بس مع النصر، مع الاتحاد نذكر حادثه النزهان الشهيره، نذكر امور كثيره مع الهلال. يعني مو بس النصر اللي عانى من الهلال وتحكيمه. يعني مسألة مو مقتصر على اخر المعاناه. اليوم الشباب بلنتي واضح ضد كولوبالي، والمباراه الماضيه ضد دفع واضح ضد اللاعب شو اسمه الصربي اللي دفع زكريا هوساوي، وهدف غير شرعي تم احتسابه. يعني انا اعتبره مجزره تحكيميه الى اليوم والانديه تعاني اذا فتحت هذا الباب بنتعبك فيه. لكن اقول الان يعني انا من كثر ما انا صارت قناعه عند سطام وعند اكثر، يعني انا اتكلم وانا صادق، اكثر جماهير الهلال صرنا من كثر ما يتكلمون عن التحكيم ويصيحون على التحكيم صرنا نفرح ونتلذذ اذا فاز الهلال بخطا تحكيمي. وانا اتمنى جميع مباريات الهلال القادمه كلها يفوز باخطاء تحكيميه، لان خلاص هم اصلا 30% من بطولاتك اللي فزت فيها بشكل صحيح. ختاما قالها المدرب القدير بن زكري ورحل، قال النصر لا يفوز الا بضربه جزاء. ابو ساري انا قبل لا انزل تخبرك كمستمع اعطي فرصه للشباب. انت عاطني تحكيم صحيح زين، تحكيم قوي، تحكيم على مستوى عالي. يعني انت تقول اذا حضرت العداله في النهائي الكاس نصراوي بنتيجه كبيره بعد، حتى مو نتيجه طبيعيه يا ابو ساري. كم تتوقع؟ ما تقل عن 3. ما تقل عن 3. 3-0 اتوقعها نصراويه باذن الله. اوكي شكرا فيصل. تفضل يا ابو غازي. استاذنك ابو ساري بنزل كمستمع بس. اوكي فيصل اوكي شكرا. طيب تفضل يا ابو غازي. والله يا ابو ساري انا كنصراوي اشعر بالاسف على كلام اخونا فيصل حقيقه. يعني لا تنزل يا فيصل لا تنزل. لا وقفت بلينا. لانك انت لو ترجع للكلام هذا تشعر انه الطرح هذا حبيس عام 2002. يعني الجماعه ما جو معنا 2023. سالفه الاعلام النصراوي وصحيفه الجزيره. هل يحتاج بعض جمهور النصر تحديث؟ اي النصر يعيش في التاريخ. يعني النصر من فتره طويله على تقريبا على كل المستويات. عشان كذا مثلا تلقى ان يعني انا كنصراوي حافظ نهائي بالقوله ومن اللي سنتر في كاس العالم للانديه والدقيقه كم مصيب الخوجري، لكن الحاضر حقيقه يعني يحتاج اهتمام اكبر. الاعلام الهلالي والاعلام النصراوي وكيف كان الاعلام الهلالي يستحوذ على الاعلام الرياضي. يا جماعه ترى الان بين كل اعلامي نصراوي واعلامي نصراوي اعلامي نصراوي. انا نصراوي في كل يوم اكتشف انه عندنا اعلاميين نصراويين. انا هذولي متى طلعوا في القنوات، متى صاروا يكتبون مقالات ما اعرفهم الا الان. الاعلام يعني انت اخوي محمد مقتنع ان الهلال مثلا ياخذ يعني بطولات بشكل صحيح 100% سليمه ولا ننتقد يا اخي الى اليوم مي مساله تحديث 2024. الهلال لو نوصل 2050 التحكيم مساعد معه. طيب يا فيصل ما هي مساله فكر ان ننتقل. احنا قدامنا امثله شاهده امامنا الى اليوم بلنتي صحيح للشباب، الى قبل يومين بلنت هدف غير شرعي يحسب للهلال ويتاهل الهلال من دور الثمانيه لدور الاربعه ويوصل النهائي. والله اعلم شو بيصير بالنهائي. هذا يعني الكلام الكلام اللي بعض الزملاء النصراويست يحبونه واللي يجيب لهم رتويت. النصر مظلوم. لا مو رتويت. دقيقه يا فيصل انا ما قطعتك يا فيصل انا ما قطعتك. يعني والنصر والله اعطني تحكيم عادل وسوف يذهب النصر البطوله. كل البطولات اللي حققها الهلال هي بطولات مستحقه، وكل البطولات حققها النصر هي بطولات مستحقه. وفي نهائيات حنا لعبناها ضد الهلال انا بنفسي لو انزل بالتيشيرت ما افوز، ما واحكم النصر ما راح يفوز.
نعم طيب بطولة النزهة مستحقة. نعم كل بطولة أنت تحكم على مباراة كاملة وبطولة كاملة من لقطة يا فيصل. يعني تعال ابو غازي، هل بطولة والله اشك النصر كاس بنصراويك الاتحاد اخوي بيد محمد. حسن هادي مستحقة؟ لا بلاش هذه، بلاش، لا تروح بعيد ابو ساري. محمد السهلاوي في ديربي هيا تعال حاسم الدوري بهدف تسلل على الهلال، مستحقه ولا مو مستحقه يا فيصل؟ خلنك منصف ونبي نشوف الحين. تفضل. طيب وش اسمه هو جاوب يا فيصل، جاوب، لا تقول لي طيب. مستحقه لا ولا ما هي هذيك مستحقه؟ فيها شك. هدف، شوف هدف من بين تقريبا لا 50 مباراة. لحظة تبي نعطيك امثله يا طب اخي. لا كاس فيصل، المؤسس، لا كاس انت ما المؤسس جاوبت لي دابو، فيصل، معلش فيصل، لا بلنتي انت دابو. قاعد تهرب من النقاش. انا لا سؤالي معك. انت ما سؤالي تقتنع ان بطولات استنى يا الهلال فيصل، صحيحه وما فيها تحكيم؟ لا توجه لي سؤال بسؤال. انا الان يلا سالتك سؤال له خيارين، الله يسلمك. ايه بطوله الدوري اللي حققناها بهدف السهلاوي التسلل، اللي انا كنت يعني في شبه في سكاكا وعرفت وشايف انها تسلل، تمام. هذه البطوله مستحقه ولا ما هي مستحقه للنصر؟ مستحقه. لان حتى لو سبحان ما الله، سبحان شوف الله. حتى لو ما الحين جبت لي بطوله واحده من 50 بطوله للهلال. تو اسالك عن بطوله النزهه تقول مستحقه. هو مطلعها من يده من الجول. يا رجل فضيحه هذيك المباراه ما تنسى 100 سنه قادمه وتقول لي مستحقه. يا رجل حدث العاقل بما يعقل. شيء يعني والله العظيم. بطوله النزهان عندك مستحقه. كاس المؤسس دابو، بلنتي دابو مستحقه والغاء هدف صحيح سيرجيو الاهلاوي يوم كان يلعب مع الاهلي. وش الى قبل 3 سنوات كاس الملك سلب منا 4 بلنتيات صحيحه للنصر. يا اخي انا احدثك اليوم الهلال وصل النهائي بخطأ تحكيمي فادح. قبل 3 ايام وصل الدور الاربعه فاز على الاتحاد الفكره فيصل، ترى بهدف غير شرعي. اغلب بطولات النصر اللي حققها ضد الهلال باخطاء تحكيميه. كاس الملك 2007 الفاول اللي كان للتخيص لمحيسن، النصر مستحق ولا مستحقه؟ لا هذاك فاول صحيح. هدف ماجد اللي 1407. اي هدف فاول محيسن والتخيفي مستحقه. هي مستحقه. ارجع على للفاول. فكره فيصل، ترى شوف فيصل، لولا الله ثم الاخطاء التحكيميه كان النصر هبط الدرجه الاولى من زمان. لا هدف الراهب بيده، اعتراف ابراهيم العيسى ضربة الجزاء. يا اخي انتم لا تروحون بعيد. انتم لاعبكم نفسه اعترف عبد الله سليمان. اعطينا هالمجال او اعطينا الاخطاء التحكيميه مجال كبير. خلونا ننتقل الى نقطه اخرى، لاني احس المجيد عنده كلام يبغى يقوله ضد كلام ابو غازي. تفضل يا مجيد. هلا والله ابو ساري، مساك الله بالخير. حياك الله. يبدو لي انت اول مره تشارك في مساحه شاهد باس. لا قد شاركت كثير يا اخي. بعدين مساحه شاهد باس يمكن باسماء اخرى. منبر له، عرفت؟ يمكن باسماء اخرى. لا يا مجيد غيرت شوي الصوره. لا شوف ابو ساري بقول لك حاجه يعني. اي ممكن شوف. انا بالنسبه لي انا مع احترامي للاخ العزيز ابو غازي، يعني في شوي مغالطات يعني. دام بدت مع احترامي. كمل. طيب ما تبغاني اتكلم؟ خلاص طيب ما بتجاهل. لا امزح معك يا ابن الحلال، امزح معك خلاص. لا تشدها لا بس ما دام هو قصده ما دام قلت مع احترامي معناته ما راح تحتربه في الكلام. لا ما له دخل، ما له علاقه. شفتوا كلامي عشان ما احترمته؟ طيب هو هذا قصده ابو غازي لما واحد يقول لك مع احترامي ثم على طول يجلد. اي بس ما قلت الكلام. تشوف الكلام، محتوى الكلام، بعدين شوف هل الكلام مو محترم او لا. بس ما تحكم علي قبل ما اقول الكلام. صح ولا لا يا ابو ساري؟ هو بس يتوقع من باب الدعابه يعني. لا ما له دخل توقعات. المهم خليني بس بقول لك. شوف يا ابو ساري، كلام ابو غازي وكانه يصور للشارع الرياضي بان النصر يستفيد من الاخطاء التحكيميه وتوجيه الصوره للنصر مش يعني على كامل الاتجاهات. بمعنى ان انت ليش ما تشوف مثلا الاخطاء التحكيميه للهلال؟ كيف وصل الهلال لنهائي كاس الملك سلمان للانديه العربيه؟ كيف؟ ليش ما تنظر هذه النظره؟ ليش ترجع لي بالسنوات الماضيه؟ الان نهائي العرب بين النصر والهلال. انا والله ما ابغى اتكلم باخطاء تحكيميه، بس انا يعني قهرني كلام صراحه ابو غازي. ما اعرف وش يعني وش المنطق، وش الاستداله اللي قاعد يتكلم فيها بان النصر استفاد من الاخطاء التحكيميه. يا رجل اليوم
ضربة جزاء واضحة لسيكو فوفانا ما احتسبها الحكم، رغم انه متواجد الفار ولا يعني اشياء كثيره ما احتسبها الحكم. اليوم 3 ضربات جزاء للنصر ما احتسبها الحكم. هل طلع النصراويين وتكلموا وقالوا احنا ظلمنا والامور مشت بشكل طبيعي، بينما هناك فريق قاعد يستفيد من الاخطاء التحكيميه، وبينما ابو غازي يرجع لي قبل 20 سنه يتكلمني عن اخطاء نادي النصر. تكلم الان بوقت الحاضر 2023. هذه صراحه وجهه نظري. ابو غازي قاعد يغلط الاشياء او ما يعطي ابو وضوح غازي انت رجل ترتكب المغالطات ضد نادي النصر، دافع عن نفسك. انا اتوقع من كلامي اقنعتك يا ابو ساري. انا اعتقد كذا، يعني اعتقد اني انا اقنعتك. انا اذا على الاقناع ما عندي اقوى من حجه ابو غازي، لكن خلينا نسمع. دافع عن نفسك. طيب. ابو غازي طيب شوف، انا طبعا يعني مع احترامي لك يا مجيد ببدا معك نفس البدايه اللي انت بديتها لي معي. والله انا اشوف انك ما اقنعتني يعني، وانا اشوف انه من الاشكال انك انت مقتنع بالفكره اللي تحاول تقنعنا فيها صراحه. الانديه كلها بلا استثناء استفادت من اخطاء التحكيم. انا ما اجي اقول فقط النصر هو المستفيد، لا يا اخي، انا نصراوي اولا واخيرا، وانا اقول لك يعني الهلال استفاد من التحكيم، استفاد من اخطاء التحكيم في سنوات. نفس استفادة نادي النصر. شوف، لا بطبيعه الحال النسب تتفاوت تمام، لكن انا من الاكثر. استنى طيب مين الاكثر؟ استنى يا مجيد. لا دقيقه، خذ ستيب باي ستيب. انا ما قاطعتك. انت مو تقول النسب تتفاوت. لا ما قاطع. انا يا مجيد ما قاطعتك. ما انا والله ما احب اقاطع، بس انت الان تقول نسب تتفاوت. ما تدري ليش ما اقدر احط نسب يا مجيد؟ لانه الهلال، ايوه، لانه الهلال يلعب في السنه نهائيين 3 وانت ما تلعب نهائيين 3. ايش العلاقه هذه؟ لانه ما هي الاخطاء، ما هي الاخطاء التحكيم. انا اتكلم الان على البطوله العربيه. البطوله قصدك البطوله العربيه؟ لا انا يعني لا تخرج يا مجيد. خلاص انت تكلم مجيد. ترى انت ما حددت البطوله العربيه. لا صحيح. بس انا اتكلم الان عن انت الحين انت حسيت ان الاجابه ما راح تكون في صالحك، حصرها في البطوله العربيه. صحيح بالبطوله العربيه يا ابو غازي. دقيقه مجيد، انا بتكلم عن البطوله العربيه. بتكلم يا مجيد عن البطوله العربيه، بتكلم عن البطوله العربيه. طيب استنى، خليك في البطوله العربيه. انا وجهه نظري انه الحكم اليوم اخطا في الشوط الاول، انه ما اعطى ماني كرت اصفر على تمثيله في البلنتي، وما في اي بلنتي للنصر بالشوط الاول. ما في. وين البلنتي؟ ما في اي بلنتي ولا اي بلنتي. واللي يقول انه البلنتيات هذه بلنتيات، واحد من اثنين: اما انه يفهم في قوانين التنس اكثر من كره القدم، او انه قاعد يغال. لانه في الحين الموضه انك يا الهي نحن نتعرض رغم الظلم التحكيمي النصر ينتصر على الشرطه. لا انا اعرف انزل الامور منازلها يا رجل. اليوم العالم اليوم حتى الخبراء التحكيميين يقولون سيكو فوفانا عنده ضربه جزاء. ما في بلنتي. ما في. انا وجهه نظري. طيب انت الحين ليش مش وجهه نظر هذه؟ انت لا تسلط الضوء ما علينا فريق ضد النصر يا رجل. شوف يا مجيد، ابى اقول لك انا الحين اسمعني علشان انا ما نطول في هذا الموضوع. انا ما عندي مشكله في الشخص اللي يجي يقول مثلا الهلال لا يستحق البطوله الفلانيه لانه مثلا حصل في حادثه يد النزهان. لكن بنفس التوقيت لما يكون في نهائي لناديك انت واستفدت منه وسجلت بخطأ تحكيمي، تيجي تمتلك الشجاعه وتقول النصر برضو ما يستحق. تصدقني قول ابو غازي انك تحاول تلفت الانتباه؟ والله يا مجيد انا صراحه يعني انا ملفت يعني ولله الحمد. يعني مثلا تقول لي والله استاذ يوماني يا مجيد انا اسمع ما ذكرت سيكو فوفانا. طب يعني انت طب سؤال انت الحين يوم انك طالع على المايك وش تبي تلفت بالضبط؟ يعني انت قاعد بتويتر وش تبي تتصدق بوقتك علينا؟ انا ما اخذ يعني لا كلنا هنا طالعين نبي نتكلم بآراء. لا في ناس طالعه هنا تقول وجهات نظر، في ناس هنا طالعه تتكلم عن اخطاء التحكيميه. ممتاز. اوكي مجيد الامور الفنيه. شوف مو بمعنى مع احترامي انت قاعد تلفت نظر يا رجل. انت تتكلم عن لقطه تتكلم عن لقطه. لحظه مجيد اسمعني. امور صراحه يا مجيد. طب خلني اكمل. نواياي هذه ليست من شأنك. يعني انا ادخل الفت نظر، ابي متابعين، انت خليك بالنقاش اللي بيني وبينك. انك لما تروح لان ابو غازي يلفت نظر وما يلفت نظر ترى تطلع عن الموضوع. فيعني اتمنى ولو لفت نظر، طالما اني انا الفت نظر بوجهه نظري الصحيحه،
اللي انا مؤمن فيها ومقتنع فيها، وهذا نعم لفت النظر. لا بس لا لا بس انت لما تقول ساديو ماني عنده كرت اصفر الحكم ما اعطاه وتتجاهل لقطه سيكو فوفانا، هذا اشوفه شخصنه او اشوفه يعني ما تاخذ الامور على حده. انا ما عندي مشكله تقول والله النصر الشوط الاول المفترض انه يعطيه ساديو ماني كرت اصفر، وان ثاني المفترض مره ان سيكو بكتب فوفانا النصر ياخذ ضربه جزاء. بس انت تبدا حوارك ان النصر عنده المظلوميه والتشكيك للفرق. لا هذا كلام غير صحيح. ثاني هذا مره كلام انت قاعد قبل تقوله لا غير اطلع صحيح. مايك قبل اكتب لك مداخلتي بالخاص عشان تشوف هي لفت نظر ولا لا ما يحتاج تكتب لي، لان واضح لفت الانتباه يعني. بس الله يعطيك عليك العافيه ابو القافه. ساري. طيب ابو ساري اذا ابو غازي ما يلفت عندي مداخله الانتباه، بسيطه بس ابو من ساري. يستحق انه يلفت انتباهنا؟ عموما لحظه يا شباب، لحظه دقيقه وقوف احتراما واجلالا للنصراوي القدير الصديق العزيز المحترم جدا جوير. حياك الله يا جوير. الله يحييك يا ابو ساري، والله عادي اعترف لك اني احبك يا جوير. والله اكثر، ما تحب الا اللي يحبك ابو ساري يا حبي. الله يرفع قدرك. المايك معك يا جوير، عطنا ما تريد ان تقوله عن مباراة النصر وعن مباراة الهلال وعن النهائي. المايك لك ولا تطيل، معك ساعة. الله يسعدك يا ابو ساري، والله العظيم لك محبة ومعزة في القلب ما يعلم فيها الا الله. شوف يا ابو ساري، مباراة النصر في تحفظ كثير على مباراة الشرطة تحديدا، والفريق ما كان مقنع 100% نفس مباراة الرجاء، يعني دخلنا في شك وسلب منا الأريحية اللي كنا عايشينها في مباراة الرجاء للأمانة. ممكن قصور من بعض اللاعبين وممكن تحفظ من المدرب، لكن أنا أشوف النهائي نصر وهلال صعب أنك تتوقع فيه، لكن أنا بوجهة نظري المتواضعة في النهائي في تفوق في وسط الملعب للهلال على الرسم اللي صاير، يعني الثلاث اللي في الوسط سافيتش ونيفيز وكنو والخيبري وفوفانا وبروزوفيتش. أنا أشوف بروزوفيتش نخسره إذا ما لعبناه متأخر، فممكن الهلال يتفوق في وسط الملعب، لكن في الأطراف النصر بيتفوق، وممكن النصر يضرب الهلال في الأطراف. فأنا أشوف الموضوع صعب على الفريقين، وبداية موسم وبدنيا ممكن أشوف أن النصر أقل جاهزية من الهلال بدنيا، يعني بنسبة بسيطة. الهلال ما هو فارق 100%، لكن النصر بدنيا عنده ملاحظات. ما أدري وش أقول في موضوع النهائي صراحة، يعني 50-50. وحتى مباراة الهلال والشباب أنا كنت مع أخوياي في الاستراحة، جاء طرد في واحد هلالي قال إن النهائي خلاص النصر والشباب. قلت ما هو قصورهم في الشباب قدم مباراة ممتازة وعنده نقص والشباب ما هو كامل، لكن يوم جاء الطرد للهلال أنا قلت المباراة الآن 50-50، لأن الهلال بادي مباراة أتوقع أفضل رتم بدأ فيه مباراة الهلال اللي هو مباراة الشباب. هذا الشيء اللي أقلق بعض النصراويين، يعني الهلال ما كان مستواه كذا في المجموعات مثلا، وحتى مباراة الاتحاد كان أقل، ورغم أنه قدم مباراة كويسة، لكن أنا أشوف مستواه في مباراة الاتحاد سوءا في الاتحاد، ما هي قوة في الهلال. يعني الهلال قدم مباراة كويسة، لكن الاتحاد هو اللي سلم المباراة قبل ما تبدأ، نونو سانتو وإشراك المحور واحد اللي هو كانتي أمام ثلاثي وسط متميز بالكورة وبدون كورة. فأنا أشوف هالحالة تفوق الهلال بالطرد، حتى الطرد الهلال ما تأثر 100%، وهنا صارت الكفة متوازنة نوعا ما بين الفريقين، والهلال قادر يوصل. يعني الهلال ما هو المتراجع 100%، كم مرة هدد مرمى الشباب وسجل الثاني بعد الطرد. يعني أنت تشوف الفريق بدنيا تحديدا الفريق جاهز، الفريق قادر انه يجاريك في النهائي. انا ضد الاستنقاص من يعني النصراوي يستنقص من الهلال ولا الهلال يستنقص من النصر. هو نهائي في الاول والاخير، ان شفنا نهائيات باقل من هاللاعبين وبأسوأ جاهزيه من احد الطرفين، وكنا نشوف نهائي ند لند و50-50. اليوم فما بالك في جوده لاعبين وفي اضواء وبدايه موسم، وانت عارف تاثيرها الايجابي على الفريق بداية الموسم. فالموضوع صعب، وبنفس الوقت أنا أشوف الخسارة ما هي مؤلمة 100%. الناس اللي بتتعاطى معها بشكل كويس تعرف أنها مباراة
بطوله بدايه موسم ولسه باقي لك بطولات، وبالعكس انت تعتبرها من باب التجهيز، ما هو استنقاص البطوله. مسمى البطوله بحد ذاته يخليك لك الشرف انك تحقق هاللقب. يعني حتى لو انقطعت او خفت الاضواء عنها، انا اشوف هالموسم تحديدا العربيه ماخذه جو، ماخذه شو، ماخذه حقها بزياده من اعلامنا، ولا من الاعلام العربي، ولا حتى من الاعلام الاوروبي، لان بحكم تواجد اللاعبين الموجودين. ان بشكل عام، عشان ما اطول يا ابو ساري، لازم نواكب الشيء اللي صاير في رياضتنا، حتى نقدنا ومواضيع مثلا التحكيم. ممكن انت تنتقد او تغرد بهالشيء في وقت انت زعلان ولا لحظه غضب، هذا شيء طبيعي جدا. بس انت اليوم بارد واعصابك هاديه، انا خلاص النقد هذا والجدل اللي ما منه فايده، انا اتوقع انه المفروض نتجاوزه عشان النقله اللي صايره في الدوري، على الشيء اللي صاير في دورينا، انه لازم نمشي مع التطور. حتى طموحاتنا في الصفقات تغيرت، انت خلاص نقدك ونقاشك وحتى جدلك مع النصر، مع الهلال، ولا مع الاتحاد، وانت الهلالي مع النصراوي ولا مع الاتحادي ولا الانديه الباقيه، لازم انه يرتقي. يعني خلاص انا اتوقع الصفحه الماضيه انتهت، انه لازم نمشي مع الرؤيه على قولتهم. هذا كلام لازم الناس وكل شخص موجود في تويتر لازم انه يتفهم هالشيء، ان في نقله نوعيه غير طبيعيه في رياضتنا. الناس حاسديننا على هالموضوع، ان نرجع نفتح مواضيع قديمه ما لها اول ولا لها تالي، اصلا في وقت سابق ما لها فائده، فما بالك في الوقت اللي احنا المفروض نتجاوزها، لان عندنا اهتمامات اكثر، عندنا تطور، عندنا قفزه نوعيه غير طبيعيه في رياضتنا، لازم ان نواكبها من جميع النواحي، مش من منطلق الصفقات ولا الاسماء اللي راح تجي، لا، ان تعاطينا في الاعلام، تعاطينا في السبيسات، في المساحات، في اي مكان، انت لازم انك تعرف انك في دوله رايح لفوق، انت لا تحاول انك ترجع لورا والناس متقدمين. يعطيك العافيه يا ابو ساري. ابو ساري ممكن اتدخل في شيء سمحت قبل ما امشي؟ يعافيك يا جوير، تسلم والله، وانا اتفق معاك فعلا. احنا محتاجين لطريقة تعاطي مختلفة تتوافق مع المستوى العالي اللي وصل له دورينا. تفضل يا محمد. تسلم يا ابو ساري. اول شيء انا كنت ابغى اتدخل قبل شوي، قبل ما يمشي ابو غازي، لكن خلاص ابو غازي راح. علما ان ابو غازي فكره ايام الكلوب هاوس وبدايه المساحات ما كان نفس فكره هذا الحين. يعني اذا ما خاب ظني كان نصراوي حميد، الحين انقلب علينا. يمكن لكن استفاد من المساحات الهلاليه، ممكن تقريبا، او يمكن لقى قبول في الساحه الهلاليه. عموما انا بالنسبه لي ابو ساري، مباراه النهائي العربي او النهائي العرب، اتمنى فوز الهلال طبعا وبنتيجه ساحقه جدا. طبعا انا نصراوي. السبب صدقوني يا اخواني، اولكم جوير هنا، لو فاز الهلال، لو فاز النصر بنتيجه كبيره او كذا، صدقني فهد بن نافل والوليد بن طلال ممكن يشترون جميع الفرق العربيه ويجهزون الهلال على طول. فاتمنى يفوز الهلال في النهائي ونبدا الدوري بهذه الاسماء. صدقني راح الهلال، راح النصر ياخذ الدوري بكل سهوله. لكن لو انهزم ابو ساري راح يكون في جوير تعتقد كلام محمد متوافق أبو مع ساري. النقله ما النوعيه نطلع اللي من احنا ابو غازي فيها؟ ويجينا محمد، مو معقول يا ابو غازي والله، يا ابو ساري والله مو معقول اللي قاعد يصير. في يعني نصراوي، نرجع في ابو غازي نصراوي ارحم. منطقي يا اخي. في دائما نصراوي انا مجيد، ساري. نرجع ابو غازي دقيقة بس ارحم. يا فيصل ابو ساري، انا دائما اجي مساحاتك واعتدت على النقاش المنطقي. هل من المنطق ان في مشجع كوكباوي يتمنى الفوز للشعلة؟ هل في مشجع لبرشلونة يتمنى الفوز لريال مدريد؟ انت سمعت يعني وش احدث مبرره؟ العاقل. ايش هالمبرر هذا الغير منطقي؟ يقول لنا يرى ان الهلال بعناصره الحاليه بيكون لقمه سائغه للنصر في الدوري والكاس منافسات الموسم، فهو يبغى الهلاليين ينبسطون ما يغيرون احد لين يبدا الدوري. وياخذ البطوله العربيه وبعدين ياخذ النصر، ياخذ الدوري وياخذ الكاس، كاس الملك. وليه ما ياخذن كلن طيب يا ابو ساري؟
ما ادري هذا كلام محمد، انا ما ما دخلني. في نصر، ما اعتقد ان الاخ محمد يشجع يعني انت النصر. ترى ان محمد ليس نصراويا؟ لا ابد، لا، لانه لو نصراوي ما تمنى بطوله للهلال، مستحيل. محمد هذا نصراوي هذا ولا هلالي هلالي؟ هلالي حتى لا لو لا برر لي وقال فيصل وش ما قال انه نصراوي، هذا هلالي. واحد فيصل يتمنى بطوله المنافس التقليدي وهو نصراوي، هذا مو الحين تشكل لحظه، نصراوي. في عندنا كم نصراوي؟ جوير وابو زيد وفيصل ومجيد وماجد العدواني، كلهم نصراويين. ناخذ رايكم. محمد العلياني، اسالك يا جوير، ترى انه نصراوي ولا هلالي؟ لا شوف، انا ما علي من ميوله، بس طرحه ما هو منطقي. يعني الهلال هو الوحيد يعني انت ترى انه كانه هلالي مندس. سؤال يا ابو ساري، هل الهلال المنافس الوحيد اللي بيخليك تاخذ ايش كلام محمد إيه بالنسبه الحين لي مو منافسة. منطق شوف كلامه، لكن هذا رايه. انا الحين اليوم سؤال، ان الشباب الحين فيصل ومجيد يقولون مو نصراوي، هل ترى انه نصراوي ولا لا؟ والله ما ادري يا ابو ساري صح. انا متوقع انك تقول ما تدري. طيب ابو زيد، محمد هلالي ولا نصراوي؟ لا هو نصراوي، بس انه مرة احس انه متأزم من الهلال وطلب الحاجة دي، لكنه لا يعني انت الوضع تعرف غير انه كذا. نصراوي من اول؟ لا والله ما اعرفه، بس انا اقول انه نصراوي هو لكنه اول ما دخل متأزم. ترى المساحه يقول ان انت يا دباس انا ما كنت اتخيلك على الارض، يعني انه يتمنى اني اموت، يعني اللي فهمته من كلامه يعني. لا انا كنت عارف حاجة معه حاجة، اعذروه. طيب فيصل، انت ترى ان محمد مو نصراوي، مجيد يرى ان ابدا محمد مو نصراوي. نسال مو ماجد، نصراوي ابدا. ماجد العدواني، محمد رايه عادي يقال من نصراوي ولا لا؟ والله شوف، اول شيء انا ترى ما برست ميولي يعني في اي مكان يعني، لكن لا واضح انك نصراوي، هي ما يبي لك. لا والله انت نصراوي يا رجل، من تغريداتك ضدي. لا ترى، لا انا احب اناكف، بس احب انا غردت تغريده وانا ايوه مقتنع فيها ان الهلال، يعني لا تقارن نفسك بالهلال، هلال. انت رحت غردت تحت تغريدتي، كتبت هذه تغريده قادمه من كوكب الدرجه الثانيه، يعني لا بتصير ترى هلالي؟ ما اظنك هلالي. شوف صلى على النبي، انا ادخل مناكفات مع اعلاميين هلاليين نصراويين اتحاديين، حتى شوف ادخل مساحات هلاليه احلل لهم مباريات، ادخل مساحات نصراويه احلل لهم مباريات. انا معك بس هين نفسك النصراوي واضح. انا عارف النصراويين زين. لا انا بحكم اني عاشق من عشاق النصر، عشاق الطفوله، فاعرفكم زين، اصيدكم زين. لا شوف، انا احب انت قفشاتك حلوه، فاحب ادخل احيانا معك يعني، لكن مو معناه اني اكون من الفريق، لا انا انظر نظره محايده، احيانا ادخل اعلق، لكن بصفه عامه اشوف مثل ما قال والله من يوم واحد يجيب طاري الكوكب والدرجه الثانيه وانا اعرف ميول على طول. والله بالعكس. بس انت على بالك اني ما شفت تغريدتك؟ لا استاذ يا اخ دباس، بالعكس انا والله تعجبني قفشاتك ومداخلاتك، وانا دائما خليها في الاطار الرياضي. عطني رايك. محمد كلامه عادي يقول نصراوي ولا تجرده من نصراويته مثل ما جرده فيصل ومجيد؟ اللي يقول النصراوي هلالي وزي كذا، يقول انه يشجع الهلال. محمد يقول انا اتمنى ان الهلال يفوز على النصر بفوز ساحق، هزيمه ساحقه في النهايه، وهو نصراوي وهو يقول انا نصراوي. لا مستحيل. بس اعطها السبب يا وقال السبب حتى لو اذا انهزم الهلال بيروحون يجيبون كل لعيبه العالم ويصير فريقهم قوي، خلهم يفرحون ويعتقدون ان فريقهم قوي عشان يلعبوا الدوري ويفيدونا برضه. شوف انا بقول لك شيخ دباس، شوف والشيء هذا لا يخفى، مع احترامي يعني انا ضد فئه A و B، انا دائما العبره في اي لاعب محترف، العبره بالكيف لا بالكم، يعني بالجوده والانعكاس الفني على مستوى الفريق لا بقيمه اسم اللاعب. يعني شوف حتى عندنا انديه، في انديه الوسط فيها لاعبين احيانا مو ذيك القيمه السوقيه العاليه وشبه مغمورين، لكن شفنا كيف فرقوا مع انديتهم في الجانب. الهلال ترى الهلال ماجد هذا كلام كثير متفقين عليه، لكن الهلال يعني مثلا لاعب يدخل برازيلي، شوف هم يقصدون باللاعب فئه يعني ما يعتبر فئه ايه زي كريستيانو
كريستيانو انت شوف بقول شايف لك شيء تشجع أنا والله شوف يعني مالكم لاعب منتخب برازيلي ما يعتبر فئة ايه؟ يعني لاعب منتخب برازيل يعني انا كمتابع عادي ما اعتبره فئة ايه؟ مستحيل. يعني شوف الهلال ممكن اذكى نادي في لا التعاقدات، لا يعني لا تعاقد لا مع لاعبين ثلاث سنوات. إيه، فهمت؟ ف لا لا مو يعني لا الهلال يفرق عن تفضل. الصوت يتقطع يا اخي باص. يا شباب انتم تسمعوني ولا صوتي في شيء؟ يقطع عندك يا طيب ابو ساري، يقطع. اسلم. ابو ساري انا بسألك سؤال، الحين تبغى لاعب فئة ايه انا سؤالي او يلعب معك او سنة رايي في ناس لاعب تفضل. يعني مثلا كريستيانو ميسي نيمار يكون شوف النجوم هذول طبعا يكون لهم اكيد مردود جماهيري يعني، بس لكن اتكلم انا يعني قيمه محليين الهلال، ما في محليين مثل الهلال في انديه اخرى. يعني تتكلم عن الانديه الثانيه تفتقد اللاعبين المحليين، تفتقد الدكه. يعني مهما كان يعني شوف ديفيس مثلا كيف مستواه، يعني يمكن البعض ما يصنفه فئه ايه، لكن اداءه في الملعب يفوق، ممكن يتوازن مع اي لاعب فئه ايه. يعني بغض النظر انت لا تبحث عن القيمه والاسم، انت تبحث عن الجوده والانعكاس والمردود الفني للاعب في الملعب. اوكي واضحه وجهه نظرك يا ماجد، انا اتفق معاك، ولكن الفريق يحتاج لاعب فئه ايه يسوق لاسم النادي جماهيريا واعلاميا، هذا المقصود. اكيد يعني الحين اكيد بروزوفيتش فنيا مم. مفيد اكثر من كريستيانو، لكن صح اكيد كريستيانو جماهيريا واعلاميا. اكيد. شوف هذا يمكن يكون يعني مطالبات جمهور الهلال بلاعب فئه ايه نفسيه اكثر من انها فنيه، مع احترامي. يعني الهلال ما اي ينقص هم شيء. حتى هم انفسهم يقولون مو القضيه فنيا، لا نبغى يعني لاعب يسوق لاسم النادي. يعني شوف بعطيك مثال المباراه الاخيره الهلال يوم انتصر على الاتحاد، يعني الاتحاد شوف كانتي مثلا وكريم ماجد بنزيما وانت انتصرت. ما عندي خلاف في هذا الموضوع، بسألك سؤال. بروزوفيتش تفضل. لاعب عظيم صح؟ صح اكيد. شفت واحد في دول العالم لابس تيشيرت النصر برقم بروزوفيتش؟ لا اكيد. طيب هذا الكلام، مع انك هو انت ممكن فنيا لو تخير من اهم الان بروزوفيتش ولا كريستيانو تقول بروزوفيتش اهم. صح كانعكاس مردود على الفريق. مو يعني يمكن يكون واحد من اهم لعيبه الدوري ككل، اتوقع انه صح بيكون واحد على الاقل من افضل ثلاثه، اذا ما كان افضل واحد بيكون من افضل ثلاثه في الدوري. صح فارق يعني مو ينظم فريقه يا رجل. بروزوفيتش يعني من حلاوه تمريراته بالذات الطويله، انا في البيت فاتح خانه متوقع يلعب لي. ما شاء الله. عموما يا شوف غالي واضحه وجهه نظرك، خلنا نسمع خالد ايوه النوح. حياك الله يا خالد. تفضل. خالد النوح ما يسمعني، تفضل ياسر. مساء الخير ابو ساري. هلا بك تفضل. او صباح الخير للجميع، يعني اصبحنا ما والله شوف ابو ساري، مباراة الهلال والنصر او النصر والهلال مباراة كبيرة، ولكن شوف بالنسبة انا كهلالي انا اشوف جودة اللاعبين عندي ان شاء الله انها افضل من النصر. يعني انا هزمت الاتحاد ومع بنزيما ومع كانتي، ومستعد أهزم النصر ومع الدون ومع اللاعب الكرواتي ومع مدربه. الحمد لله يعني فريقي ثقيل في الملعب. بالنسبة لخصوص بدأ يعرف طريقة الهلال، بدأ يعني ينسجم مع اللاعبين 4-5-1، مع أنه يلعب برأس حربة مو هو رأس حربة، هو كجناح، ولكن هذه الخطة اللي تناسب الهلال. بنفس الوقت أبو ساري يعني تعرف أيات هزيمة للنصر حتبعثر أوراق. أخوي قبل شوي يعني قال الهلال لو الهلال يفوز على النصر بنتيجة كبيرة رايح يكون لقمة سائقة في الدوري. لا، أنا أعتقد لو الهلال يفوز على النصر 1-0 2-0، أنا أعتقد رايح يمكن يطلبون بتغيير المدرب، يمكن يطلبون بتغيير الدون، ممكن يطلبون بتغيير الجهاز الفني والإداري. وانت عارف هذه المشاكل عند اخواننا النصراويين،
وهذه طبيعتهم. يعني هم دائما إذا فازوا يقولون لك أفضل بطولة. البطولة الحين طبعا يقولون البطولة ودية، وإذا انهزموا طبعا هذه البطولة الودية ما تأثر فينا وهذا كذا. ولكن الحمد لله ما في خوف على هلالنا. أنا أشوف الهلال يمشي بخطة ثابتة في البطولة، وإذا أداء تصاعدي يعني من أول مباراة إلى مباراة اليوم. مباراة اليوم أثبتت أنك تمتلك فريق كبير، فريق ثقيل، مع احترامي طبعا للشبابيين أدوا مباراة كويسة، ولكن أثبت خصوص أنه يعني يعرف يدير المباريات. ماني خايف على الهلال في النهائي. أنا بإذن واحد أحد ضامن النهائي أبو ساري. بس أبو ساري أنا ناقصني رأس حربة كهلالي. وطبعا أنا لي رأي صراحة، بما أن الاتحاد بيستغني عن حمد الله، أتمنى يعني طبعا الدوري بيبدأ وأنا ما عندي رأس حربة، فأتمنى يعني جلب حمد الله للهلال. لاعب كبير، لاعب هداف الدوري مع النصر 2019، هداف الدوري مع الاتحاد، هداف الدوري مع الاتحاد، وجلب للاتحاد بطولة غايبة عنا لا 13 سنة. أعتقد يعني هو الآن هو المهاجم المتاح، هو المهاجم اللي يعرف الدوري السعودي. أنا أشوفه يعني برضو أنه أنا كهلالي طبعا يخالفوني بعض الهلاليين، يقولون حمد الله ما يصلح للهلال، لاعب عنده مشاكل. أنا أعرف بيئة الهلال، أنا ممكن أتعاقد معه سنة يحقق لي بطولة، يحقق لي أنا أتوقع على وسط الهلال لا يقل عن 35 هدف في الموسم. لاعب كبير صراحة، جلاد، يضرب في الراس، في القدمين يلعب، تحركاته جيدة، واحد ضد واحد يعني حمد الله ممكن يعديه. يعني لاعب مكتمل، لاعب صندوق، لاعب يطلع برا الصندوق برضو خطير. واضحة يا ياسر. إذا أنت تطالب إدارة نادي هلال باستقطاب حمد الله، حياك الله يا هداج. بس نفس هذه أبو ساري، أبو ساري بس هداج النقطة وياسر هذه. يتكلم، وياسر يتكلم عن حمد الله، ليش كنت تضحك؟ والله لا انا بس اضحك على كلام بس خلني أكمل أبو ياسر، ساري، لأن إدارة لان هداج أخوي يعني أنت لك 5 لا دقائق ما خلصت. دقيقة يا ياسر، دقيقة. لا بس عشان أضرب مثال في النقطة قبل هذه. لا احنا تضرب جبنا اضرب يقال مثال، قبل يلا. لا تضرب مثال 30 بس ثانية هداج، بس، 30 هداج ثانية وبخليك لا تكمل. يا بس هداج أنا اللي أحدد هو يضرب مثال ولا ما يضرب مثال. أنا قلت له أضرب مثال عشان يخلص وبعدين نجيك. تفضل يا ياسر. بس اخوي ساري، انا لي يعني خبر، اداره الهلال تعاقدت مع اللاعب قالوا في اخر الموسم، حقق مع الدوري، حقق هداف الدوري، وحقق اسيا، ونفس طريقه حمد الله يعني في اخر الميركاتو ما تلقى الا اللاعب الجاهز. فانا اشوف اللاعب الجاهز هو حمد الله. اي اوكي، وضربت يعني بدو مثال خلاص، يعني انت وجهه نظرك تعاقدون مع حمد الله، وضربت مثال في قالوا يعني نجح مع الهلال. بالنسبه مثال يقالوا، في ناس يقولون اصلا قالوا يعني يفترض كان اداره نادي الهلال جابت واحد افضل منه، يعني كان هو سد فراغ، يعني زين جو تورطوا ما عاد في وقت جيبوا قالوا، الحين لكن قالوا ما مزنوقين كان الحل الامثل بالنسبه للهلاليين. بس الحين مزنوقين والدوري بيبدا وما عندي راس حربه، نفس يعني المثال. انت ترى انهم مزنوقين فانقذونا بحمد الله. هداج يطالب بانقاذ الهلال بحمد الله، تعليقك؟ اول شيء وليش تضحك يوم كان اول ياسر شيء يطرح وجهه السلام نظر؟ عليكم، صبحك الله بالخير ابو ساري، انت وجميع المتحدثين والمستمعين. عليكم السلام، مساء نور. والله انا شدني كلامه، لانه قبل شوي يقول انا لاعبين النصر، لاعبين الهلال افضل من لاعبين النصر. هو كان يتقنى في لاعبين النصر، وكان يقول ما عندنا لاعبين الهلال. الهلال صفقات الهلال كلها يعني لاعبين حي الله، والنصر عنده لاعبين فئة A، ويطالب باللاعب حمد الله، ويطالب ما عاد بقى الا يطالب في مادو. يعني شيء غريب. انا اشوف اليوم الهلال رد على ياسر، ورد على المشككين في اجانب الهلال واستقطابات نادي الهلال. نادي الهلال استقطب ياسر يشكك في استقطابات الهلال. نعم، هو ما هم مقنع. لا انا هداج عفوا، ياسر اهدى، ياسر اهدى، برجع. ما كانوا مقنعين. هداج ياسر هذا مشجع هلالي. نعم مشجع هلالي معروف عندكم ولا لا؟ نعم مشجع هلالي، ولكن يعني دائما وابدا يشن حمله على بن نافل، يشن حمله على بعض لاعبين الهلال، ولا عنده ثقه بالفريق. هو كان واحد منكم من 6؟ لا ما هو من ال6، هو لا معذول ولا معذول يا ابو ساري، ما ادري. لا هو مع ال6 ولا هو مع غير ال6؟ نعم يمكن مع 7. والله ممكن. تفضل ياسر، دافع عن نفسك. ياسر يقول انك دائما تشكك في اداره نادي الهلال. لا ابو ساري انا ما شك
دقيقة ساري. اخوي، بس انا عبد المجيد دقيقة، انا بس ما دقيقة. اشكك. اعطاني المايك بس دقيقة تكفى عشان ما تضيع الفكرة. شوف انا ابو ساري، انا لاني مع الستة ولا مع ذول، انا لي رايي وانا حر في رايي واطرح رايي بحرية. عند ايات احد، عند ايات ناس. انا لما طرحت قلت الهلال ناقصه راس حربة وناقصه صانع لعب وناقصه ظهير، كانوا الشباب يقولوا لي شوف الوسط، شوف فهد بن نافل وش جاب لنا في الوسط. قلت انا فهد بن نافل جاب لي لعيبة وسط، نفيز والصربي وكوليبالي، اوكي لعيبه كويسين، بس انا برضو عندي احتياجات اهم شيء. يعني انت تخيل الهلال بدون راس حربه، الهلال بدون صانع لعب، الهلال بدون ظهير ايسر. هذه ياسر المفروض انت كنت تفضل تاليسكا والدون ولاعبين النصر على لا اجانب نادي لا الهلال، لا 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 يا هداج، لا يا هداج، انا كنت تقلل من اجانب نادي الهلال بعد هداج، مباراة انت الهلال كنت مع والكويت الستة الكويتي. وفجأة طلعت صنديدي لا دقيقة، هداج. دقيقة، الهلاليين لا كلهم خلني سامعينك اكمل ويعرفون. خلني اكمل فتحت مساحة وجمعت جميع الهوامير النصراوية، وكان العنوان موجه لإدارة نادي الهلال وفهد بن نافل، وكنت طالب فيه فهد بن نافل انا افتح مساحه زي ابو ساري واجمع كل الميول، ولا عندي يعني ما شخص قلنا انا مع شيء احد. اجمع كل الميول، الله يرضى لي عليك، كلامي واضح. ما انا فيها اقول شيء. انك انت تفتح عناوين موجهه على ابن نافل، على اداره نادي الهلال. اداره نادي انا الهلال كنت ليس اقول لها لا من كفايه قريب ولا من بعيد. الاستقطابات اسمعني تاتي عن طريق لجنه الاستقطابات، لا تاتي عن طريق فهد بن نافل. المفاوضات لا علاقه لفهد بن نافل فيها. المسؤول امامي فهد بن نافل، انا ما اعرف لجنه الاستقطاب. اذا تعرف احد من اسامي لجنه الاستقطاب عطني اسمه وانا افتح فيه مساحه. الله أكبر. ولكن انا قدامي ما تعرف راي اللذيذ والنيجيري ولجنه الاستقطاب، ما تعرفهم انت، تعرف بس فهد بن نافل. هذول في لجنه الاحتراف، هذول مسؤولين يعني في الاحتراف، هذول مسؤولين انا اشوف اليوم تغير كلامك بعد ما هزم الهلال الشباب وهو ناقص، اصبحوا اجانب الهلال سوبر ستار وفئه اي. قبل ما تكلمت عن اجانب كانوا لاعبين الهلال اشبه بفريق تفضل. لا خلصت تعلمني. لا انا اوضح. هذا رايك انت، خليك على راي واحد. لا خلصت تعلمني عشان ارد عليك. تفضل. لا اذا خلصت ما خليتني اكمل، تقاطعني. خلاص فكرك واضحه، الله يرضى لي عليك. انت تطالب اداره نادي الهلال. لا مو انت اللي تحدد فكرتي واضحه. حمد الله. انت فجاه كنت مع الستة وصرت مع الصناديد، كنت لا انا رايي، انا اقول رايي، ما علي لا من 6 ولا من 7 ولا من 8. ما علي انا، هذا رايي، ما علي انا من احد. خلاص اجل هذا رايي. اوكي يا شباب، كل وجهه نظر كل واحد منكم واضحه. ما كملت ابو ساري بس اوكي ياسر، واضحه وجهه نظرك، وصلت. لا بس هو يتهمني ابو ساري، يقول لي ان انا هجمت. خلاص، هو يتهمك انك تشكك في لعيبه في اجانب الهلال، انت تقول غير صحيح. بالعكس لعيبه الهلال كويسين ولا حلو، انت تقول غير صحيح. خلاص انتهينا. بس لعيبه الهلال كويسين. يقول تفضل يا ابو زيد. ابو زيد ما يسمعني. ابو زيد تفضل يا فيصل. ابو ساري انا استاذنك بس بنزل عشان اعطي فرصه للشباب، بس عندي سؤال لك انت ابو ساري، شخصي لك انت، سؤال مباشر. من تتوقع البطل، النصر او الهلال؟ النصر. بحكم خبرتك. النصر. انا قلت بدايه المساحه اتوقع النصر. النصر ها؟ الله يسمع منك يا ابو ساري، واشكرك يا ابو ساري على اعطانا الفرصه وباذن الله باذن الله اذا فاز النصر برضه يوم السبت في مساحه باذن الله نكون عندك ونحتفل يا ابو ساري باذن الله. ما ادري عاد والله عنكم، انا دائما ارشح النصر وفي الاخير يجون ياخذون هذول. لا ان شاء الله المره هذه توقعك صحيح باذن الله يا ابو ساري. هذول كرهونا ما تتم التحكيم يا فيصل. الله يجزاك خير. ابغى اهم شيء اذا فاز الهلال ما تتم التحكيم. والله على حسب، ما ندري نشوف اذا والله لا يا رجال، ما في على حسب. من الحين خلينا نجهزها. 4 بلنتيات للنصر وهدفهم تسلل. يجهزون اعصابه قبل يهمونك بس ما لهم الا كذا، لانهم اشغلونا في انفسنا يا اخي. خلونا ناخذ بطوله، خلونا نستانس، خلونا نفرح مع العالم. اشغلونا اجل. اخر 6 دوري ماخذين 5 دوري، 2 اسيويه، و4 سنوات جايبين 8 بطولات. 4 سنوات جايبين 8 بطولات، وحنا 8 سنوات 3 بطولات. 8 سنوات 4 بطولات، يعني العكس. ما يصير يا اخي. احنا اول عالم يا اخي لعب في كاس العالم، وصحيح ان رحنا بالترشيح بس الاول،
وبطوله عربيه هذه بناخذها، صح احنا جايين بكرت دعوه بس حناخذها ان شاء الله. عموما شكرا لكل الموجودين، شكرا لكل المتحدثين، شكرا لكل المستمعين. طبعا مساحات شاهد باص طوال شهر اغسطس برعايه عطور اوبشن بي، في عرض خاص من اوبشن بي موجود في التغريده المثبته في حسابي. شاهد باس لكل، لا هنا كل الناس في المساحات الاخرى. شاهد باس لكل الانديه بكل الالوان، شعار يكلمني بالمنطق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.